السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عليك آه، السلام ورحمة أهلا وسهلا بيكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله هنبتدي نكمل النهاردة محاضرتنا التانية. تكملة طبعا المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت اللي حضرها معانا كانت من حوالي 10 أيام تقريبا. كنا بنتكلم فيها، ادينا انترودكشن سريعة عن ال AI، وهو عبارة عن ايه، وازاي نقدر نتعامل معاه، وشوفنا أمثلة في طريقة التعامل مع ال AI، وازاي الفرق ما بين المودلز شكله عامل ازاي. واشتغلنا عمل شوية، وشفت مجموعة من اليوز كيسز البسيطة الظريفة اللي ممكن تفيدنا في شغلنا في أي ما يكون احنا شغالين فيه بالظبط. النهاردة هنتخصص شوية وهنخش ديبل شوية في إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ألا وهي أداة اسمها نوت بوك ال ام. ديت إحدى الأدوات الخاصة، أو بمعنى صح اللي عاملاها شركة جوجل. وهي تعتبر التول ديت او الاداه ديت من الادوات اللي هي يعني نقدر نسميها ان هي ايه، ما فيش زيها، او هي في الجزء اللي هي زي ما هنشوف كده مع بعض متخصصه فيه وبتشتغل فيه. هي تعتبر افضل حاجه ممكن اي حد يشتغل عليها. وخصوصا ان فيها جزء فري وجزء بيد بفلوس، بس الجزء الفري جزء كبير ممكن كلنا نشتغل عليه ونقدر نطلع منه فاليو كويس. ودي اهم نقطة في الأداة ديت، ألا وهي ايه، مش مجرد بس بتشوف حاجة بسيطة وخلاص، لا، انت بتخش وبتجرب وليك ليميت محترم ممكن تعمل بيه شغل كويس جدا. سريعا كده، طبعا عقبال ما الناس ما تبتدي تخش معانا، يعني هندردش كده مع بعض، او بمعنى صح افكركم بالكورسات اللي احنا بنديها. احنا الكورسات اللي احنا شغالين عليها حاليا، واللي ان شاء الله هتبتدي كمان اسبوع بالظبط. الكورسات ديت بنقسمها نصين. في حاجه اسمها البوت كامب، وده يعتبر من الحاجات الجديده اللي انا صراحه ضفتها ال- السنه دي، بمناسبه طبعا مرور سنه على بدء الكورسات بتاعتنا. هو كان الصراحه الكورسين كانوا حاجه واحده، الورك شوب بتاعتنا كانت عباره عن مجموع الكورسين مع بعض. فانا المره دي قسمتهم نصين، بحيث تبقى البوت كامب او الجزء او الكورسات اللي هي نقدر نسميها اللي نقدر نخش فيها بسرعه ونطلع فاليوز. هتبقى عباره عن 5 محاضرات. ال5 محاضرات دول هنفهم فيهم الميثودولوجي اوف اي اي، ونفهم فيها بيزكس برومبتنج، ونقدر نتعلم فيها كونتنت جنريشن، ازاي ان نطلع صور وفيديوهات، وازاي نعرف نحركها، ونقدر نطلع ملفات فويس اوفر وكده، ونعمل اعلان زي الاعلان اللي انا عامله. وازاي نعرف نشتغل بالاي اي في الجزء بتاع البيزنس اوبريشن، وازاي نقدر نحلل داتا، وازاي نعرف نطلع مينتس اوف ميتنج، ونعمل بيزنس بلان وماركتنج بلان. واخيرا ازاي نقدر نتكلم في الجزء بتاع الاكاديميك ريسيرش. ده الجزء الاولاني نقدر نسميه اللي هو ايه، الفوندمنتالز او الاساسيات. بعد كده في بقى الماستر كلاس. الماستر كلاس ده هنخش بعمق اكتر، ونبتدي بقى اللي هو ايه، تكملة المحاضرات ديت. يبقى في 3 محاضرات تانيين فوقهم. بناخد بقى الادفانسد اوف برومبت انجينيرنج، لان البرومبت انجينيرنج زي ما احنا عارفين هو الكور اللي في شغل مع الاي اي. وهناخد حاجه اسمها الايجنت، ازاي نقدر نعمل كاستم جي بي تي، وازاي نقدر نعمل ايجنت ونعمل اوتوميشن للشغل بتاعنا والورك فلو بتاعنا، بحيث يقدر يمشي اوتوماتيك. وازاي كمان برضك هنخش شويه ناخد بيزنس يوز كيسز في الماركتنج والاتش ار. واخيرا هناخد تبقى سيشن ساعه لكل متدرب، بس ده في الماستر كلاس بس اللي هيخش معانا فيه، بحيث ابقى اخش معاه 1 تو 1 كده اهوت، اشوف بقى مشاكله ايه، وايه الحاجات اللي محتاج يطبقها عنده في الشغل، واقدر اساعده بيها ان شاء الله. واللي هيقدر يكمل معانا في الماستر كلاس ده برضك هيبقى الكورس بقى توتال مجموعه حوالي 6000 جنيه. طيب النهارده هنتكلم مع بعض على النوت بوك ال ام. النوت بوك ال ام زي ما قلت لحضراتكم احد ادوات جوجل
اللي لسه ظاهرة ما بقالهاش شهور قليلة، والصراحة عاملة نقلة وطفرة كبيرة في المحتوى اللي بتقدر تشتغل عليه. من الآخر كده هوت، النوت بوك ال ام بيسموه، او الناس بتوع جوجل مسميينه حاجه اسمها تول اوف اندرستاندينج. بمعنى الاداه ديت من افضل ادوات الاندرستاندينج او فهم الكونتنت اللي احنا بنشتغل عليه، او الملفات اللي احنا شغالين عليها. احسن اداه تقدر تفهم وتقدر تستوعب الدوكيومنتس او كونتنت اللي احنا بنشتغل عليه او عاوزين الاي اي يبتدي يشتغل عليه. جميل جدا. انا طبعا زي ما احنا اتعلمنا مع بعض المره اللي فاتت لو تفتكروا، من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها وشفناها ان احنا شفنا احدى الادوات اللي بتطلع برزنتيشنز، وبنقدر نديها سبجكت ونقدر نديها موضوع، واكوردنج تو الموضوع دوت بتبتدي تشتغل وتبتدي تطلع لنا اوتبوت، او تقدر تطلع لنا برزنتيشن او الكونتنت اللي احنا بندوله. المره دي انا عملت نفس الموضوع، اخدت نفس السبجكت اللي احنا بنشتغل عليه. ما رضيتش بقى اخش عامل على طول، قلت طيب ما نيجي السبجكت اللي احنا هنشتغل عليه نخلي الاي اي هو اللي يعمل لنا البرزنتيشنز بتاعته، بحيث نقدر نشوف الشكل عامل ازاي، ونقدر كمان حتى نحكم ما بين التولز اللي ممكن نشتغل بيها والتولز اللي نقدر according to التولز ديت نقدر نطلع ونشوف افضل برزنتيشن ايه. احنا المره اللي فاتت لو تفتكروا كنا اشتغلنا مع بعض على تول اسمها جاما، زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا اديتها الموضوع اللي احنا اشتغلنا عليه، وطلعت لي برزنتيشن زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. ابتدت تطلع لي المحتوى، وابتدت نشوف تجيب صور زي ما انتم شايفين من المحتوى اللي احنا شغالين عليه، وابتدت تدينا ايه هنت على كل برزنتيشن او كل سلايد زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده شكل ممكن يعجب ناس، وممكن ناس تقدر تشتغل عليه. طيب، في تولز تانية انا الصراحة ما عجبتنيش، او ما طلعتش الديتيلز اللي انا عايزها او الكونتنت اللي انا عايزه. رحت على تول تانية، وتولز تانية نسمع عنها اسمها مانوس. مانوس ده تعتبر من الاي اي ايجنتس المشهورين اللي نقدر نشتغل عليها وتعمل شغل كتير قوي، وان شاء الله هحاول اعمل عليها سيشن باذن الله. برضك انا اديتها نفس الكونتنت اللي انا عايز اشتغل عليه، وابتدى يطلع لي اللي حضراتكم شايفين دوت البرزنتيشن اللي احنا شايفينها ديت مع بعض. ابتدى برضك يقول لي ايه هو النوت بوك ال ام، وابتدى يديني شويه تفاصيل عنه، وابتدى يديني البرزنتيشن عنه في حدود تقريبا 10 10 سلايدز او 10 سلايدات او 10 صفح. طيب، ده نتيجه وبرضك ما عجبتنيش. اللي عجبني الصراحه في الموضوع ده السبجكت ده تحديدا، وطلع لي فعلا كونتنت حلو ممكن نشتغل عليه، وهو اللي هشرح منه دلوقتي. حاجه اسمها سكاي وورك. برضك ده من ضمن المواقع الجديده اللي لسه برضك ظاهره، واللي بنقدر نطلع منها او بنقدر تشتغل، نقدر نسميها من الاي اي ايجنتس اللي ممكن نشتغل عليها ونطلع بيها شغل كتير. وهي ديت اللي انا هعرض البرزنتيشن الصراحه منها، زي ما انت هتشوف دلوقتي الكونتنت او الاوتبوت بتاعها شكله عامل ازاي. ندخل بس الناس اللي في الويتنج روم. حلو، هنبتدي نشتغل مع بعض. اول حاجه او اول سلايد اللي حضراتكم شايفينها ديت، هنا بيتكلم ايه اسماء المواقع زي ما احنا متفقين. استاذن حضراتكم، احنا في جروب كنا عاملينه على الواتساب، هبعت اللينك بتاعه تاني على الشير بتاعنا، على الشاتنج بتاعنا،
بحيث الناس تقدر من خلاله، ده اللي بقدر اشير عليه الماتيريال اللي احنا بنشتغل عليه. الموقع احنا اشتغلنا، او بمعنى صح انا وريت دلوقتي 3 مواقع. في حاجه اسمها جاما، وفي موقع تاني اسمه مانوس، وفي موقع تاني اسمه سكاي وورك. اللي انا شغال منه اسمه موقع اسمه ايه؟ سكاي وورك. هبعت لكم حاليا برضك تاني مع بعض واحنا مع بعض اللينك بتاع الجروب بتاعنا. واستاذنكم برضك لو حد كده من الحضور يساعدني، يحاول برضك ايه يبعت كوبي الشات بتاعنا اهو. هنا طبعا بيتكلم في البرزنتيشن يقول لك هو ايه. بمنتهى البساطه النوت بوك الام هي بيئه، او نقدر نسميها تول متكامله، بتقدر تحول اي انفورميشنز انا بجمعها عن اي سبجكت او عن اي موضوع لرؤى استراتيجيه قابله للتنفيذ، او بنقدر تخلينا نعرف، نقدر نسميها عامله زي بالظبط كده المكتبه. انت جمعت مكتبة، او جمعت عندك مثلا علم معين بتبتدي تشتغل عليه، وليكن مثلا زي علم البروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع. اي حد فينا بيشتغل على اي سبجكت من المواقع من السبجكتس ديت، او عن حتى صناعة معينة، انت بيبقى عندك بتقدر تجمع فيها مواضيع كتيرة، بتجمع فيها كتالوجات، بتجمع فيها صور، وبتجمع فيها فيديوهات، وبتجمع فيها حاجات كتير قوي. وعلشان تقدر تطلع من الحاجات اللي انت جمعتها ديت محتوى تعرف تعمل بيه اناليسز، وتعرف تعمل بيه تاخد بيه قرار، الموضوع صعب شويتين. وخصوصا لو في محتوى ام بي 3 محاضرات، محتوى يوتيوب او فيديوز، محتوى فيه شويه بي دي افات، محتوى ثالث عن الصناعه ديت، في الستاندر بتاعه، في الايزو بتاعه، وفي الطريقه اللي بنعرف نخزن بيها، والطريقه اللي بنعرف نشتغل بيها، والطريقه اللي نعرف نصنع بيها. بيبقى بصوا a lot of data. طب هعرف ايه التول اللي اعرف اجمع بيها الداتا دي كلها، وبناء عليها تقدر زي من الاخر كده تضرب في الخلاط، واعرف اطلع منها ديسيجنز، او اقدر اخد منها رؤية اعرف اتحرك بيها. التول ديت اسمها نوت بوك ال ام. طبعا النوت بوك ال ام دي يعتبر من ضمن حاجة اسمها جوجل لابس، من اللي بنعرف نشتغل عليها، او من ضمن معمل جوجلز اللي طلعت، او من التولز اللي طلعت من جوجل لابس، اللي بنقدر طلعت لنا الحاجات الجميلة ديت. طيب جميل. طب هو عبارة عن ايه؟ زي ما احنا قلنا بالظبط، هو عبارة عن خبير شخصي، او نقدر نسميه الاي اي، بيعرف يساعدك ويقدر يشتغل على التولز، او على الداتا اللي حضرتك مديها. وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت مع بعض، من ضمن مشاكل الاي اي حاجة اسمها الهلوسينيشنز، بمعنى انه بيهلوس. لما اجي اتكلم معاه، لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا لما نيجي نتكلم معاه في موضوع معين، بنلاقي الاي اي احيانا زي ما قلت لكم كده ما اقدرش اسيبه. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه ممكن يطلع معلومه في النص انا مش متاكد منها، او يقدر يطلع، او بيطلع حاجه في النص لو انا ما رجعتهاش ممكن تودي الواحد في داهيه. طب علشان اعرف اعمل اليمينيشن للقصه ديت، واعرف اقلل الموضوع اقدر اعمل ايه؟ او ايه اللي يعرف يساعدني في حاجه زي كده؟ النوت بوك ال ام. ميزه نوت بوك ال ام، او التول اللي احنا هنشتغل عليها النهارده ان شاء الله مع بعض، انها ما بتخرجش من الدوكيمنت اللي انا بديها لها، ما بتخرجش بره النولج، زي ما هوريكم بالظبط، بره النولج اللي انا مديها لها.
انا اديتها 3 4 دوكيمنت، 3 4 مواصفات، 3 4 ايزو مع مش عارف ايه كتالوج ايه مش عارف ايه. لما اجي اساله بقى سؤال عن اللي انا اديته له دوت، مش هيخرج بره الدوكيمنت دي. مش هيخرج، هيقول لك اللي انت بتسأل عليه مش موجود جوه الدوكيمنت ديت، والسورس بتاعه مش موجود عندي. من الاخر مش هيفتي. وهي ديت ميزة الأداة ديت، ألا وهي إيه؟ لو حضرتك عندك كل النولج بتاعت العلم أو بتاعت الموضوع اللي حضرتك بتشتغل عليه، تقدر بمنتهى البساطة ترفعها على التول ديت. والتول ديت بعد ما ترفع عليها التكست ده والنولج ديت، إجاباته مش هتخرج من الكلام ده. وكمان لما يجي يجاوب حضرتك زي ما هنشوف، هيجي يقول لك خلي بالك المعلومه ديت انا جايبها من الكتاب ده، المعلومه ديت انا جايبها من الدوكيمنت دي، المعلومه ديت انا جايبها من الفيديو ده، من اللي حضرتك رفعتها ليه واديتها له. فبالتالي كمان حتى هيشاور لك على المكان اللي جاب منه المعلومه. وهي ديت قوة التول ديت، قوة الأداة ديت بقى لجميع مستويات الناس اللي بتشتغل. حضرتك شغال في البحث العلمي، زي اللي طبعا لو انا شايف ما شاء الله في معانا دكاترة، لو حضرتك اديته كل الريفرنسز اللي حضرتك شغال عليه وابتديت تكتب وابتديت تتكلم وي 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 وي، مش هيخرج بره الريفرنسز اللي حضرتك شغلت بيه. وفي نفس الوقت هيقول لك بعد ما ابتدي يكتب لك يقول لك خلي بالك العباره ديت او الجمله ديت من ده، الجمله ديت من المكان ده، الجمله ديت من المكان ده في السطر ده، بيقول لك وبيشاور لك بالظبط فين. فهي ديت ميزه الاداه ديت، الا وهي ايه؟ بتقلل الهلوسه. يمكن نقدر نسميها بتوصلها ل 0%، لان هي ما بتخرجش بره الريفرنسز اللي انا مديها له. اهم حاجه طبعا اكون مديله ريفرنسز كويسه، يعني مش جايب دوكيمنت اي كلام وسورسات تعبانه وفي الاخر اقول له جاوب منها. اما هو هيدي لك ايه؟ اكوردنج تو اللي موجود. لو تفتكروا برضك قلنا المره اللي فاتت في حاجه اسمها جاربج ان جاربج اوت، ودي تعتبر من اهم الرولز اللي موجوده في شغل الاي اي. الا وهو ايه؟ هتحط داتا او هتحط انبوت مش كويس، او نقدر نسميه يعني جربش، يعني حاجه كده زي يعني مش كويسه، هيطلع لك زي ما هي. زي ما هتحط انبوت زي ما هيطلع لك اوتبوت. حط داتا كويسه، حط الاكيورسي بتاع الداتا بتاعتك كويسه، جاي وقت ريسورسز كويسه، يقدر يطلع حضرتك اكوردنج تو، يعرف يحلل كويس جدا ويعرف يطلع حضرتك اكوردنج تو الريسورسز اللي حضرتك مديها له، ويقدر يدي لك افضل ذا بيست اوت كام زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. طيب ايه كمان؟ الميزه التانيه طبعا او من اهم مميزات التول ديت، الا وهي الكونتكست تكست اللي بيديها كبيره. بمعنى النسخه الفري، النسخه المجانيه اللي اي حد فيكم حضراتكم معاه اكونت على جوجل يعرف يشتغل عليها، بتشيل لحد 50 ريسورسز. تقدر تديها 50 مصدر، تقدر تديها 50 كتاب، وكل كتاب حوالي مش اقل، او بمعنى صح الماكسيمم بتاعه 500 الف كلمه. يعني تخيلوا كل ريفرنسز من اللي حضرتك هتديها له فيها حوالي 500 الف كلمه. فتخيلوا بقى يقدر يشيل قد ايه. احنا شات جي بي تي لو احنا ادينا له ملف بي دي اف في 100 ورقه هيهيس. واللي فيه منكم جرب حاجه زي كده هيعرف يوافقني الرأي. انما نوت بوك الام، زي ما انتم شايفين ده انا هديله 50 كتاب او 50 بي دي اف او زي ما هنشوف دلوقتي، وكل كتاب او كل دوكيمنت معاك لحد 500 الف كلمه. ده في النسخه الفري. طب لو في النسخه المدفوعه معاك لحد 300 ريسورس، مش 50 بس، لحد 300 ريسورس. فانت الموضوع معاك مفتوح الى ما شاء الله. فتخيلوا بقى الموضوع وصل معانا لحد فين. بمنتهى البساطة يقدر زي ما انتوا اديله داتا زي ما انت عايز، اديله تقارير مالية، اديله
داتا عملاء، اديله دوكيمنت من مشروع، اديله مستخلصاتك، واديله انماط، واديله حاجات كتير. كل ما هو انت عايز تطلع داتا اديله يا باشا. كل الدوكيمنت يقدر يشيلها زي ما انا هوريكم دلوقتي. كل الدوكيمنت يقدر يشتغل عليها. ولو في دوكيمنت عندكم مش راضي يترفع، اقلبوا PDF وارفعوه له، هيعرف ياخده وبيعرف يتعامل معاه. الموضوع مش صعب جدا، بالعكس هو بيساعد، او بمعنى صح هو بيقدر يشتغل على حاجات كتير وبأي لغة. يعني هات ريفرنسز زي ما انت عايز، هات ريفرنسز روسي، انجليزي، الماني، فرنساوي، بس طبعا كله بيتكلم على نفس التوبيك. حلو. بعد ما تجيب الكلام ده كله، اقعد اساله بالعربي، هيتعامل. هوريكم حاجه زي كده دلوقتي. تخيلوا انت بس اديله كل زي ما انت عايز. ما احنا متفق، احنا عارفين AI بيعرف يعالج اي لغات، ويعرف يتكلم لغات الارض كلها. فبالتالي اي دوكيمنت هتديها له هيعرف يمسكها ويحللها، ويعرف ايه اللي موجود جواها بالظبط. وزي ما احنا قلنا من شويه، تقدر تديله دوكيمنت كتيره، انواع كتيره من الدوكيمنت. نقدر نديله ملفات PDF، ونقدر نديله حاجه اسمها جوجل دوك. ده انت كمان ممكن تقدر توصله بالدرايف بتاعك. كل حد فينا طبعا على جوجل عندنا، لو النسخه الفري انت معاك 15 جيجا على الدرايف بتاع الجيميل، ممكن حضرتك يتوصل على الدرايف بتاعك. فحضرتك ممكن ترفع له كل الدوكيمنت وكل الفيديوهات وكل اللي انت محتاجه على الدرايف، وتقول له باشا روح بص على الحاجه اللي جوه الدرايف ديت. وصل له بس عليها، شاور له عليها، مش لازم تعمل له ابلود عليها. هو هيجيب كل الحاجه اللي في الدرايف. ممكن كمان ايه، نرمي له لينكات لمواقع. يعني ممكن اديله ملفات، وممكن كل ده مع بعض. خلي بالنا مش او كل ده ممكن اديله مواقع زي ما انا عايز. ممكن زي ما قلنا اديله ملفات يوتيوب، وهو هيقدر يعمل ليها ترانسكريبشن بتاعتها، ويعرف يترجمها ويسمعها، ويعرف اللي جواها ايه، علشان يقدر يستخلص الحاجة اللي جواها، ويقدر يقول لحضرتك الكلام ده او الجملة ديت موجودة في الفيديو ده في الدقيقة دي. ونقدر نرفع له ملفات صوت، ونفس الكلام هياخد ملفات الصوت ويسمعها ويحللها، ويقدر يدينا الاوتبوت بتاعتها. نقدر نرفع له بيانات وPDFات وباوربوينت زي ما احنا عايزين. ايه كمان؟ زي ما احنا هنشوف كمان شوية، النوت بوك الام متقسم 3 مساحات. مساحة اسمها ريسورسز، المصادر، ودي اللي انا عمال احكي عليها من بدري. ومساحه في النص اسمها الورك سبيس، ديت المكان اللي انا بقعد اكتب فيه، وبقعد اعمل شاتنج على الريسورسز اللي انا رفعتها للاي. ومكان تالت اسمه النوت بوك، اللي هو متسمى عليه التول ديت، اللي هو بيطلع لي الاوتبوت من الاخر. انبوت، بروسيسنج، نقعد كلام بقى، نقعد نحكي مع بعض كتير. الاوتبوت زيها زي معادلة اي بروسيس، او اي انبوت بروسيس اوتبوت. وطالما ادينا له الانبوت زي ما احنا قلنا، هنقدر نقدر نسأله، ونقدر نطلع منه الداتا اللي احنا عايزينها. نقدر نطلع منه الداتا في صورة مايند مابنج، خرائط ذهنية. نقدر نطلع منه ستادي جايد. نقدر نطلع منه ملخصات صوتيه او بودكاست. يعني تخيلوا لما انت مثلا اي حد فينا مثلا ماشي بعربيته، وفتح الراديو، وبيلاقوا 2 بيتكلموا مع بعض على توبك معين، وانت كده ماشي وسامع، انت التوبك اللي بيتقال دوت لو ركزت فيه هتفهمه وتعرفه. لان خلي بالنا طبعا احنا لما بنكون مثلا مجمعين ريسورسز لحاجات كتير قوي،
انت ممكن حته القرايه، وممكن طبعا لما بتيجي تقرا حاجات ممكن تقع منك، حاجات ما تاخدش بالك منها، ارقام ممكن ما تاخدش بالك في ذهنك فيها. هو هنا هو بمنتهى البساطه بيلخص لك الموضوع كله في ملف صوت زي ما هنشوف النهارده مع بعض. اتنين بيدردشوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض عن السبجكت دوت، وبيقدر كمان تسمعه وتشوف زي ما هنشوف عربي او انجليزي او اي لغة من اللغات اللي احنا عايزينها. سهل يعمل اي حاجة. ده كمان في حاجة هوريها لكم، انه كمان ممكن يقدر نتفاعل معاه. يعني ايه؟ انا ممكن على فكرة اخش جوه المحادثة بتاعته. يعني ايه؟ ممكن اخش اسألهم سؤال وهم كده بيدردشوا مع بعض، ارفع ايدي لو سمحت عاوز اسالكم في واحد اتنين تلاته، ويردوا عليا. هنشوفها ان شاء الله النهارده مع بعض. والابديتس الجديده اللي لسه نازل، احنا كمان ممكن نعمل فيديو، ممكن يعمل برزنتيشن، والبرزنتيشن اللي يعملها ديت يقدر يطلعها لنا في صوره فيديو ويعلق لك على الفيديو وهو شغال زي ما هنشوف النهارده مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين او قلنا من شويه، هيطلع حاجه اسمها ستادي جايد. ستادي جايد دي بمنتهى البساطه كأنك بالظبط بتجيب بريف عن الموضوع كله، وبيقدر يقول لك الموضوع كله او كل الريسورسز اللي انت اتكلمت عليها. السامري بتاعها بيتكلم في 1 2 3 4، اهم التعريفات 1 2 3 4، اهم المصطلحات ديت كذا 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 كذا. التايم لاين بتاع لو في تايم لاين او في تواريخ معينه يقول لك خلي بالك منها. يقدر يعمل لك خريطه ذهنيه للموضوع ككل عن طريق من فهمه للكل الريسورسز اللي حضرتك اديتها له. يقدر يدي لك جدول محتوى الكل اللي موجود. يقدر زي ما احنا كده قلنا، هو يقدر يدي لك الاقتباسات او السايتيشنز لكل الكلام اللي هو بيتكلم عليه، او لكل السبجكتس اللي هو بيتكلم عليها، بحيث يقدر يقدر هو بمنتهى البساطة يقول لك انا هطلع الكلام ده طلعته منين ومن انهي جزء بالظبط من الريسورسز اللي انا شغال عليه. السلام عليكم يا دكتور. صح الله وبركاته. احمد مرسي معاك يا ريس. اهلا وسهلا بحضرتك. هو في سؤال في الحتة دي، يعني ممكن تدخل له الريسورسز وتطلب منه يعمل لي الكلام ده في صورة سيسيس مثلا ماستر ولا بتاع يديك اوتبوت؟ لا طبعا مش للدرجه دي يا باشا، زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. انت تقدر، هو من غير من خلال فهمه تقدر حضرتك تديله برومبت مظبوطه وتقول له انا عايزك في البرومبت دوت في الشابتر بتاع الانترودكشن يكون فيه كذا كذا كذا، وتعمل كذا 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 كذا. لازم تديها له في صيغه برومبت، ساعتها هيعرف يطلع لك اللي انت عايزه. بس منين؟ تمام. من الريسورسز ديت. ودي الميزه اللي تمام فيه. يا دكتور. تمام. تمام، شكرا جزيلا يا ريس. زي ما احنا شايفين، الله اكبر الله أكبر. دقيقه واحده بس كده الاذان يخلص ونكمل. عشان- تمام. نقدر كمان نستخدمه في حاجات تانية زي ما انتم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. نقدر نستخدمه زي ما قلنا في شغل الاكاديميك. نقدر نستخدمه في نقدر نستخدمه زي ما حضراتكم كده في حتة الابحاث، او زي ما زميلنا كان بيتكلم من شوية. يقدر يعمل ريسيرشز. يقدر مش هو اللي يعملها طبعا، لازم احنا نديله برومبت اللي يعرف يعمل بيه الكلام دوت. بس ميزه طبعا الريسيرشز زي ما قلت لكم
انت مش عايزه يجيب كلام من بره الريفرنسز اللي حضرتك مديها له، فبالتالي لازم تديله ريفرنسز مظبوطه يعرف يجيب منها، وتقول له يكتب ازاي وبأني ستايل والحاجات دي كلها عشان يعرف يطلع لك شغلك مظبوط. يقدر يعد محاضرات، يقدر يعمل ان يعمل بيه مواد دراسيه، يقدر يدينا اسئله واجوبه لو حد فينا شغال في مجال التدريس. يقدر طبعا الطلبة لو حد يقدر يرفع له كل الملفات اللي بيذاكر منها المادة معينة، وفي الآخر يقول له طب اسألني اعمل لي بيها كويز، طيب اشرح لي الجزء الفلاني الفلاني، يعرف يشتغل الجزء دوت. يعرف نقدر بمنتهى البساطة ان احنا مثلا نديله تحليلات المنافسين اللي حوالينا كلها، ونديله مواقع كل الناس المنافسين بتوعنا، وعن طريق الداتا دي كلها يقدر يعمل ليها اناليسز، ومنها يقدر كمان تشوف الدنيا حواليك شكلها عامل ازاي. تقدر كمان في موضوع الوثائق القانونية والعقود، يعني اي حد فينا شغال في المجال دوت، انت بمنتهى البساطة بتبقى عندك قوانين كتيرة وعندك دوكيومنتس كتيرة ومش عارف ايه وايه وايه. يعني ليا واحد صاحبي محامي بمنتهى البساطة رفع له القانون المصري كله بكل الحاجات اللي فيه. دلوقتي قبل ما تجيله بقى اي مذكره ولا تجيله اي قضيه ولا يقوم داخل له انا عندي القضيه الفلانيه الفلانيه الدوكيمنت بتاعها كذا 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 اللي فيها كذا 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 كذا، طبقا بقى للقانون المصري طلع لي اقدر اشتغل عليها ازاي، واقدر اعمل عليها مرافعه ازاي، ولا اقدر. ده بمنتهى البساطه هو هنا جاب الموضوع من الاخر. انه عمل ايه؟ ادى للاي اي كل اللي يقدر يشتغل عليه، او كل الداتا بتاعت القانون المصري كلها، فهمها وحللها وعرفها، وبناء عليه عرف يجاوبه وعرف يديله الريزلت او يديله الاجابه بتاعته. نقدر كمان يحلل اي العملاء بتوعنا، نديله الداتا بتاعت العملاء كلها، نديله الحاجات اللي بيقولوها على يوتيوب، الحاجات اللي بيقولوها على فيسبوك، الحاجات اللي بيقولوها على تويترز، مراجعاتهم على البرودكتس بتاعتنا، كل الحاجات دي كلها طالما داتا موجودة أقدر أجيبها وأرفعها على النوت بوك ال ام، يعرف يحللها ويقدر يديني الريزلت بتاعتها بمنتهى البساطة. زي ما انتم شايفين هو بمنتهى البساطة زي ما قلنا بيقدر يعمل ينشئ لحد 500 نوت بوك، يعني من الاخر يقدر يعمل 500 دوكيمنت. يقدر النسخه المدفوعه يضيف لحد 300 مصدر، والنسخه الغير مدفوعه الفري 50 والنسخه المدفوعه 300. علشان برضك نكون عارفين الاشتراك بتاعه هو تحت اشتراك جيميناي. اللي هيشترك في جيميناي هيدفع 700 جنيه في الشهر، فاللي هيشترك في جيميناي باي ديفولت هو مشترك في نوت بوك ال ام، وبيديك كمان سبيس حوالي 2 تيرا تعرف تشتغل عليهم، يعني ترفع ده داتا الى ما شاء الله ب 700 جنيه بس في الشهر. ويقدر طبعا حتى كمان الطريقه اللي احنا نخليه يجاوب بيها يبقى مبدع، او بمعنى اصح يبقى في اجابه خارج الصندوق، او يبقى لا ملتزم باللي موجود، يبقى اسلوب نقدي او اسلوب تحليلي زي ما انا عاوز. ويقدر كمان زي ما قلنا كده اهوت نطلع ملفات صوت، ملفات فيديو، دوكيمنت زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. ودي طبعا من امكانيات الايه التولز ديت. وميزته طبعا بمنتهى البساطه زي ما قلنا مقلل موضوع الهالوسينيشنز. نقدر كمان خلي بالنا نشير الداتا اللي بيطلعها لو حبينا نعمل لها شيرنج مع حد بمنتهى البساطه. نقدر كمان طبعا عن طريقها زي ما قلت لكم كده بتخليك تثق في الداتا اللي طالعه لك، او تخليك تثق في الريسورسز اللي طالعه لنا، بحيث نعرف احنا مطمنين انه جاب البيانات ديت من الدوكيمنت ديت او من الريسورسز اللي انا مديها له ديت. طب يلا بينا نتفرج، وايه احنا رغينا كتير، تعالوا نتفرج مع بعض التول ديت شكلها عامل ازاي. النسخة البرو هو في اتنين اهوت، دي النسخة الفري ودي النسخة البرو. النسخة البرو دي تبع اشتراك جيميناي اللي هي ب 700 جنيه في الشهر. فاللي حضراتكم
اللي فيه منكم مشترك في جيميناي اللي هو ده اشتراكه 700 جنيه في الشهر. اللي مشترك فيه باي ديفولت هيلاقي داخل في نوت بوك ال ام من ضمن الحاجات اللي هو ايه، من ضمن البلانز اللي هو شغال عليه. فميزه طبعا اشتراك جوجل انه بيدي صراحه مميزات حلوه قوي يعني. طب الموقع ده عباره عن ايه؟ هبعته لكم على الشات عشان لو في حد محتاج يخش معايا ويشتغل معايا ويجرب واحنا شغالين مع بعض. بصوا اغلب خدمات، كان في حد اغلب خدمات جوجل وانس انك اشتركت في النسخه البرو بتتفتح لك. اغلب خدمات جوجل في النسخه البرو بتتفتح لك. ولو في حاجات ما بتتفتحش في مصر انت بتشغل في بي ان وبتخش بيها، بتخش بره بتلاقي اشتغلت معاك برضك. يعني في حاجات طبعا بتقتصر على امريكا وكندا وانجلترا لسه ما انتشرتش في الدنيا كلها. بيبقى بينزلوها تجربة الأول هناك. فلو حد برضك أنت لو دخلت بالأكاونت بتاعك البرو وعن طريق في بي إن نفس القصة بتتفتح لك وبتعرف تشتغل عليها من غير أي مشكلة. أغلب الخدمات مش كلها، بس إحنا بنتكلم في إيه؟ في أغلب التولز اللي إحنا بنشتغل عليها لا بيطلع لنا بيها شغل حلو. حتى الفيديو بتاع الفيو 3 اللي تبع جيميناي اللي هو ده برضك نفس القصة. بيديك 3 فيديو في النسخة البرو، بيديك 3 فيديو في اليوم ممكن برضك تشتغل عليها وتطلع بيها شغل كويس. ما علينا، خلينا بس مركزين في النوت بوك ال ام. النوت بوك ال ام زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت اهو. النوت بوك ال ام ده منظره. وانس ان قلنا يلا بينا تراي. وعلى فكرة ليه اب على الموبايل. اللي في منكم بقى معاه اندرويد او معاه ايفون برضك ممكن تنزل الابليكيشن على الموبايل وتقدر تشتغل عليه. بس نصيحة اشتغل مع لابتوب. يعني ايه، نسخة الموبايل مش احسن حاجة. النسخة اللي على اللابتوب زي ما احنا هنشوف دلوقتي لان الشاشة كبيرة وفيها امكانيات كتيرة. فالموبايل مهما يكن مش هيديك نفس الامكانيات اللي احنا بنشوفها هنا. وانس ان قلنا تراي هيفتح لنا الصفحة دي. هيدي لك شوية سامبلز هو عاملهم لشوية مواضيع معينة. لو احنا فتحنا كده اهوت قلنا سي اول، جاب مواضيع معينة وهو عامل فيها او رافع لها الريسورسز. ممكن تبص عليها وتاخد فكرة. ويليام شكسبير بيتكلم على الورلد ايكونومكس، يعني شوية حاجات كده عامة كويسة مش وحشة ممكن ناخد فكرة عنها. او بيبتدي يديلك ريسنتلي نوت بوك اخر حاجة انت اشتغلت عليها او اخر مواضيع انت تقدر تشتغل او انت اشتغلت عليها. ولو في حاجة عملت لها شيرد نفس القصة ممكن تلاقيها موجودة معاك هنا. طب جميل جدا. طب احنا عايزين نفتح حاجة جديدة او نبتدي سبجكت جديد. وبمنتهى البساطة نيجي على اليمين هنا اهوت هنعمل حاجة اسمها كرييت نيو اهو. اول ما بدوس كرييت نيو بتظهر لي الشاشة اللي حضراتكم شايفينها ديت. هيقول لك اول حاجة ايه؟ انت فتحت صفحة بيضاء ما فيهاش اي حاجة. علشان نخلي الاي اي يعرف يتكلم معانا ويعرف احنا عايزين ايه بالظبط بيقول لك ايه، اديني الريسورسز، اديني المصادر اللي انت الداتا او اديني المعلومات اللي عند حضرتك اللي عايزني اشتغل عليها. فهنا اهو بمنتهى البساطه قوم جاي هنا اهو دايس حاجه اسمها ابلود ريسورسز. لو انا عندي سبجكت معين بديله ايه حاجه اسمها ايه ابلود ريسورسز من على الكمبيوتر بتاعي.
او دراج اند دروب من الكمبيوتر هنا اهوت. حلو. هنا بيقول لك بقى ايه، انا بسبورت ايه؟ البي دي اف، التكست، مارك داون، الاوديو، الام بي 3. بيسبورت معانا الجوجل درايف. يعني لو هنا قلت له اهو جوجل دوك، هيفتح لي الدوكس بتاعتي اللي موجوده جوه الدرايف، واقدر اسلكت على دوكيمنتس معين واقول له هي دي الدوكيمنتس اللي ممكن نشتغل عليها. نفس القصه لو في برزنتيشنز موجوده عندي، بعرف ارفعها من على جوجل درايف. ويب سايتس، مواقع معينه انا عايز اديها له واقول له بص عليها. يوتيوبس لينك، اديله بس اللينك بتاع اليوتيوب وهو يبتدي يحطه معايا من ضمن المصادر اللي اشتغل عليها. او كوبي تكست، يعني نص معين لقيته في بوست معين، اخده كوبي بيست واحطه لي نوت. فزي ما حضراتكم شايفين الريسورسز كتيره جدا جدا جدا. انت بس جمع الداتا وارفعها لنوت بوك ال ام. جمع الداتا اللي انت تقدر عليها وارفع له الملفات اللي نقدر ايه نشتغل عليها. طيب، ده بالنسبه للريسورسز. فانا ارفع كل الريسورسز اللي انا عايزها، وبناء عليها اقدر اشتغل. الحاجه الاخيره في حته الريسورسز، شايفين حضراتكم مكتوب هنا ايه؟ من 0 ل 300. فانا هنا مني مشترك في جيميناي، معايا لحد 300 دوكيمنت اقدر ارفعه. اللي فيه من حضراتكم دلوقتي دخل معايا وعلى الاشتراك الفري، هيلاقي هنا مكتوب عنده 50 بدل ال 300. هايل، جميل جدا. نيجي بقى دلوقتي نبتدي نشوف سبجكت معين هنبتدي نشتغل عليه. وليكن نخش مثلا سي على جوجل، ونكتب هنا هو مثلا وليكن استاذ وليد، اتفضل. حضرتك في سؤال في نقطة المصادر. حضرتك اتفضل. قلت بيسمح لي لحد 300 مصدر أقدر أحملهم في لو الأبلود. لو حضرتك مشترك. طيب أنا دلوقتي لما أجي أطلب منه الأوتبوت، بناء على إيه هيعمل أفضلية لل 300 مصدر دول؟ يعني أنا ساعات بيبقى عندي مثلا ريفيو أرتكل مهمة هي اللي بعتمد عليها في موضوع معين، بقوم ساحبها وقاري منها او مدعم منها التكست اللي انا عايز اكتبه. فعشان ما اطولش، لو اديته مثلا 50 سورس، هو بيفاضل ما بينهم ازاي؟ هل يعني بيرجع لمعايير معينة بحيث بيعتبر ان السورس مثلا نمرة 40 افضل من سورس 41 و42 و43، وبناء عليه يديني افضل رؤية او افضل رأي؟ عشان ما هو اطولش. هو مش هيعمل كده. هو بالنسبه له كلهم واحد. بس حضرتك اه عندك المعلومه ديت صح ولا غلط؟ صح. فالمفروض حضرتك تقول له خلي بالك، الريسورس الدوكيمنت اللي اسمه كذا 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 كذا، خده معاك في البريورتي رقم واحد اول ما تيجي تجاوب. اه بس ليه؟ ساعات حضرتك بيبقى في حاجات عكس بعض، يعني بيبقى في عالم معين قايل في اتجاه معين وعالم تاني بيقول ضده. مفيش يعني مشكله. بيقول فهو هيجيب لك كل ده. هو بمنتهى البساطه كله بالنسبه له واحد. فانت حضرتك زي ما هنشوف دلوقتي هنتكلم على ايه؟
رفعنا له دوكيومنتس كتيره، هنبتدي نتكلم معاه نقول له ايه، عايزك تقول لي الهايبوثيسيس ديت او الموضوع دوت مين اللي اتكلم عليه. فيجي يقول لك والله فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان تالت ضد الناس ديت وفلان تالت ليه برضك رأي مش عارف ايه، وهيجيب لك كل واحد بالظبط. عارف كده حضرتك الطريقة بتاعت الاكاديميك رايتنج نفس ايوه. القصة، هيعملها تمام. لك بالظبط نفس الطريقة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. تمام معلش، شكرا. هو مش مفيش هيبقى له افضليه لحد. الافضليه لو حضرتك شايف حاجه اقوى قول له خلي بالك وانت شغال، او انت ما تكتب له حضرتك البرومبت اللي ابتدي يشتغل عليه، قول له خلي بالك الريفرنس المره دي ده اقوى، او اديله ويت اكتر وانت بتجاوب. بس انا حاولت اشتغل عليه حضرتك، لقيته بيعمل ربط، يعني بيربط المواضيع ببعض، وحتى يقول مثلا الفكرة دي او السؤال دوت من الفقرة ديت واجابتها من الفقرة دي، وبيبتدي يعني زي بيعدل عليا او بيعمل حاجة انا لو حبيت اعملها هتعب او هتاخد مني ايوه، ما هو وقت. بيسهلها، ما هو بيسهلها لك وانا عارف. ما هو تمام. بيسهل ده، ما هو حلاوته تمام. في ايه؟ انه بيسهل ده بس تاني. ما لذلك احنا من الاخر حضرتك ارفع له الريسورسز اللي حضرتك تثق فيها، اللي حضرتك تمام. شايفها قويه. يعني من الاخر انت شايف حاجه ضعيفه وشايف عندك 3 4 5 خمس ريسورسز قويه، مش لازم ارفع ال 50 كلهم على فكره. انا ممكن باربعه خمسه اعمل احلى شغل لو هم فعلا اقوى ريسورسز ممكن حضرتك تقدر تشتغل عليهم. يعني انا افلتر من عندي مش من عنده. اه ايوه. تمام. تمام. اصل بص تاني، بص في رول اسمها ايه، جاربش ان جاربش اوت. حلو. فانت تمام. حضرتك اديله الحاجه اللي انت شايفها كويسه، تمام. تمام، بس شكرا معلش. اديته الكويس هيطلع لك احلى عصير انت عايز تشربه. تمام معلش، شكرا يا تمام. دكتور. العفو يا فندم. استاذه هبه اتفضلي. هو أنا دلوقتي اشتغلت مع حضرتك وحطيت كتاب تاريخ لثانوي. هو قال لي الكتاب بيحتوي على إيه، وجاب لي شوية مصطلحات عنه اللي هي موجودة، وجاب لي أسئلة لو عايزة أعمل مسابقة، وجاب لي أسئلة مقالية. وفي اللي هو الشات اداني برضو بعض الأسئلة اللي أقدر أستعين بيها. يعني الكتاب ده بيتناول إيه، أو إيه هي أهم الحضارات القديمة اللي في الكتاب. فهو كده بيساعدني كمان ان انا الخص الكتاب بطريقه اسرع، صح كده؟ احنا لسه ما شفناش مع بعض احنا لسه بنحط انبوت دلوقتي. فيعني ايه، نصبر كده شويه وهنبص مع بعض للايه، الاوتبوت شكله عامل ازاي، ونتكلم فيه سوا. تمام. تمام. اخر حد يسأل عشان نكمل مع بعض، في يوزر اسمه زوم يوزر، اتفضل. هو انا يا دكتور منصور عامر. اهلا اهلا، ازيك سيادة اللواء، اتفضل. زي حضرتك يا فندم. الحمد طبعا لله. انا بشكر حضرتك، يعني انا جربت النوت بوك معاك، اتصلت بحضرتك بيرسونال يعني كده، وحضرتك مشكور رديت عليا، وكنت عايز اجربه في حاجه في اكزام، فاديته انا الريسورس بتاعتي البوكس اللي انا هشتغل عليها، واديته حتى الجايد بتاعت الانسرز اللي انا عايزه تطلع بشكل معين يعني. انا ما عملتش غير حاجه غير ان انا كتبت البرومت الصغير، قلت له طبقا للجايد ده انا عايز الاكزام ده من المصادر دي، وهو جاوب لي على البتاع ده. وممكن كمان تديله البرومت تبقى محدد شويه، وتقول له انت عايز ايه بالظبط، عايز مثلا الكويتشن ده فيه يحتوي على كام سطر، يحتوي على ستايل انسر ايه. فهو في الاستادينج يعني بيبقى حاجه كويسه قوي. جربته على امتحانات قديمه، وبالاجوبه النموذجيه بتاعتهم، وقارنته ما بينه وما بين النموذج، هايل. فهو قدم حاجه كويسه جدا يعني. يعني تقصد حضرتك ساعدك على دخول امتحانات معينة، وقدر بالظبط، وقدر عن طريق البرومبتنج او فهم او تفهيم حضرتك ليه طبقا الريسورسز اللي اديتها له، ابتدى يشتغل تدي لك افضل اوتبوت المفروض تقدر تشتغل عليه. والقصد ان انا مش هدخل بيه امتحان، القصد ان انا عايز اشوف الاجابات النموذجيه طبقا اللي هو قدمها، واقارن ما بين اللي هو قدمه وما بين الاجابات القديمه اللي هي موجوده معايا اصلا متجاوب عليها الامتحان. فلقيته هو افضل بكتير جدا، لان هو بيقول لك انت حضرتك انت واخد الكلام ده من السطر الفلاني، وقدر يوصلني للمرجعيه اللي انا عايزها. هايل يعني هايل. هو خلاني مثلا ابص الاجابات عندي في نو تايم تقريبا يعني.
ما يخلينيش اقعد افتح كتير 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 وادور كتير والخص مع الوقت. فشكرا طبعا يعني حضرتك. تكرم ليك سيادة الله. مع السلامة. هايل. زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، انا جبت بدور مثلا حته اي اي فور بروجكت مانجمنت، ده سبجكت انا بدور عليه. ابتدى اهو، فتحت كام موقع عجبني ممكن ابتدي اشتغل عليهم، وفتحت كام فيديو بيحكي عن القصه ديت. انا اجي هنا اهوت في النوت بوك ال ام، بمنتهى البساطه اقوم دايس كاتب كلمه ويب سايت، وممكن مثلا اجيب الويب سايت ده اقوم واخده كوبي، واجي على نوت بوك وقايل له ايه، بيست، وقايل له انسيرت. اهو بصوا ابتدى ينزل الويب سايت عنده اهوت، وابتدى يدي لك سبجكت للتولز اللي ممكن تشتغل عليها زي ما حضراتكم شايفين اهو. ولو انا دوست على الويب سايت نفسه هلاقي عمل لي ليه سمري، اللينك اللي انا حطيته زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ادي سمري للويب سايت، والكي توبكس شكلها عامل ازاي. طيب ندوس على، بص شايفين في الزرارين اللي فوق دول بنقول له اقفل. طب في موقع تاني، انا خلاص خدت ده، الموقع دوت تبع بي ام اي، اقوم واخده كوبي، واجي هنا اهوت اقوم قايل له في الاد، واجي اقول له حط الويب سايت بتاعنا دوت اهو، نفس القصه. خلصنا من ده، نروح للموقع اللي بعديه اهو كوبي، ونيجي هنا اهوت نقوم قايل له اد ويب سايت. انا مش هتعب نفسي واقعد اقرا مواقع، مثلا اليوتيوب ده عاجبني وبيشرح السبجكت بطريقه كويسه، اجي نفس القصه، اجي هنا اهوت وقوم قايل له اد ريسورسز، وقوم جاي هنا اهوت اليوتيوب ومديله اللينك اهو، انسرت. واجي اهو اليوتيوب ده نفس القصه، اجي هنا اهو اقول له اد، وقوم قايل له ايه، يوتيوب. طب انا عايز ملفات بي دي اف، مراجع بقى جبتها عن الاي اي، مراجع اصلا عن السبجكت اللي انا بتكلم عليه، حاجات دوكيمنت بتتكلم في القصه ديت، ممكن بمنتهى البساطه نفس القصه، ادي ملف بي دي اف اهو مثلا. اعمله داونلود، ادي ملف. ممكن نشوف مثلا حاجه زي كده، ده اكاديميك ريسيرش. ايه، اه اتاكد انا بني ادم، ماشي، انا مش روبوت. طب نزل لي الملف البي دي اف اهو، ناخد الملفين دول ونيجي هنا اهوت نقفل ده كده خلاص، نقفل ده كده خلاص، ونيجي نقول له اد. ممكن نعملهم بقى دراج اند دروب، نسحبهم ونرميهم هنا اهو.
بصوا الملفات نزلت معانا، بتنزل معانا ايه. وفي حاجه جميله قوي، ممكن نعمل حاجه لذيذه قوي. نيجي هنا وقت اد، شايفين الزرار ده اسمه ديسكفري، ديسكفر ريسورسز، بالظبط زي ما عملنا من شويه. نيجي هنا وقت نكتب AI فور بروجكت، ونقول له سيرش. ابتدى يجيب لك بردك شويه مواقع وشويه حاجات. جاب لك 10 ريسورسز عجبوك، دخل يا باشا خليهم من ضمن الريسورسز بتاعتك. هتلاقي ابتدى اهو ينزلهم معاك، ينزل المواقع ديت معاك. نخلي بالنا، هو هنا بيعد يقول لك انت كده وصلت لكام؟ ل 17 ريسورسز لحد دلوقتي في الداتابيز بتاعتك اهو. فكل ما بتجيب داتا انت ضامنها وانت عارفها، متأكد من النولج اللي فيها، وديت ميزة ده مش هيخرج بره الداتا اللي حضرتك والدوكيمنت اللي حضرتك هتديها له. فنخلي بالنا واحنا شغالين معاه. زي ما زميلنا الدكتور كان من شويه بيتكلم معايا بيقول لك هنا ايه، انا في مصادر كويسه ومصادر مش احسن حاجه، لا، نديله المصادر اللي احنا واثقين منها فيه، علشان ما يخرجش بره المصادر ديت، عشان انا متاكد من المصادر دي وعارف انها مصادر كويسه واعرف اشتغل عليها، وفي ثقه في الناس اللي شغالين يعني مثلا في البروجكت مانجمنت انا بثق مثلا في PMI، فانا اجيب كل المواقع وكل الفيديوهات وكل الPDFات اللي خاصه مثلا بالمنظمه اللي اسمها PMI. انا واثق في حته الفريم ورك اللي اسمه برنس 2، نفس القصه. انا ايزو بجيب ملفات ايزو خاصه بالبروجكت مانجمنت برضك اجيبها واحطها معايا. كل ما هي منظمات او كل ما هي مؤسسات انا واثق في الفريم ورك بتاعه، وعارف ان هم عاملين دوكيمنت الكواليتي بتاعتها والاكيورسي بتاعتها قويه جدا، اقدر ادخلها معايا واقدر اشتغل عليها. انا اللي بتحكم في الداتا، وهي ديت الميزه. الشات جي بي تي او اي موديل تاني هو اللي بمنتهى البساطه بيجيب من عنده، انا لا، انا اللي بديله الداتا اللي يشتغل عليها. فبمنتهى البساطه انا بفتح زي ما انتم شايفين كده اهو سبجكت معين AI في بروجكت مانجمنت، معايا فيه لحد 50 ريسورسز. فتحت سبجكت تاني برضك معايا فيه لحد 50 ريسورسز لو انا في النسخه المجانيه، او 300 في النسخه المدفوعه. طب انا جبت شويه ريسورسز حلوه اهيت، زي ما انتم شايفين ابتدى يعمل لي سمرايزنج ليهم بمنتهى البساطه، باراجراف صغير كده اهوت بيقول لك ايه الريسورسز ديت عباره عن ايه. وزي ما انتم شايفين كده كل الريسورسز بالايه، باللغه الانجليزيه. طيب انا عايز الكلام ده بالعربي، اعمل ايه؟ حلو. هقول لكم، نيجي هنا اهوت في حاجه اسمها سيتنج. اول ما ادوس على سيتنج في حاجه اسمها اوتبوت لانجوج اهي. تاني باجي في سيتنج اهو على اليمين، وادوس في حاجه اسمها ايه، اوتبوت لانجوج. اجي هنا اهوت الاقي عندي الايه، الديفولت انجلش، طبعا عايزه عربي. انزل اهو، شايفين بقى لغات الدنيا كلها اهي. تعالوا ندور مع بعض على العربي. عايزه عربي فصحى ولا عربي عاميه مصريه؟ عربي عاميه مصريه. ونديله ايه، سيف. حلو. ندوس ريفرش كده اهو. شايفين اللي حصل؟ قلب معايا عربي. وابتدى كمان يقترح عليك اسئله، يعني مثلا ما هي التحولات الاساسيه التي تحدثها ادوات اداره المشاريع المدعومه بالذكاء الاصطناعي؟ مثلا ده سؤال جه في بالك، هيبتدي يجاوب على السؤال according to
الريسورسز دي فقط. اهو بصوا، ادوات اداره المشاريع مش عارف ايه. خلي بالك ده انا جايبه منين؟ من الريسورسز اللي اسمه رقم 1، اللي هو ده في الجزئيه دي. بيكمل الجمله ديت جايبها من الريسورسز اللي اسمه 5، رقم 5 من الجزئيه دي اهو. حتى بص مشاور لك اهو على الحاجه اللي واخد منها الداتا. ده من رقم 6 وهكذا، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. فبمنتهى البساطه جاوبنا طبقا للريسورسز الموجوده. ما هي المهارات الاساسيه لمدير المشروعات مستقبلا؟ هيبتدي طبقا للمواقع اللي موجوده والدوكيمنت اللي احنا مديناها له، هيبتدي يطلع لنا نتائج زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. اهو القياده الاستراتيجيه، مش عارف تفسير الرؤيه ولا مش عارف ايه، التعامل مع الذكاء الاصطناعي وفهمه، المهارات البشريه، التفكير الابتكاري. بصوا زي ما انتم حضراتكم شايفين الايه، الاجابات شكلها عامل ازاي وهو جايبها منين بالظبط. ايه تاني؟ لو دوسنا مع بعض في زرار على اليمين اسمه ايه، مايند مابنج. تعالوا ندوس عليه كده اهوت. هيدي لك مايند مابنج، خريطه ذهنيه للموضوع كله از توتال. نفتح كده مع بعض ونتفرج. انت بتتكلم على ايه؟ على الذكاء الاصطناعي في اداره المشاريع. في حاجه اسمها تعريف ادوات اداره المشاريع اهو بالذكاء الاصطناعي. انظمه برمجه متقدمه مستخدمو الادوات، الاهداف الاساسيه. ندوس على الاهداف الاساسيه. اتمنه المهام، التنبؤ بمخاطر المشروعات، تحسين ومش عارف ايه. طب اللي بعديه مميزات الرئيسيه لادوات الاداره اهو. اللي مش بصوا اهو، طلع يا باشا زي ما انت عايز. وممكن ترجع لورا عشان معلش تشوف الثانية الصوره ديت. الكبيره. اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طيب مثلا اتمنه المهام. طبعا صوره زي كده بعد ما اطلع او اقعد اطلع كل سبجكت من كل بيرنت، ممكن او معديه سنوات داونلود هتنزل لي از صوره. يبقى معايا صوره للايه، للمايند مابنج ديت. طب انا مثلا موضوع اتمنه المهام عايز اشوفه فين بالظبط. اقوم دايس على، بصوا انا هدوس عليه كده اهو. هو هقوم جايب الحته بتاعت اتمنه المهام جوه الريسورسز ديت، وهيطلعها لي يقول لي فين بالظبط ومين بيتكلم عليه. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، جاب لك كل ما هو متعلق بالنقطه ديت او بالموضوع بتاع ايه، اتمنه المهام. أهو. جميل جدا. طب انا عايز اعمل، مش عندي بقى وقت اقعد اقرا الكلام ده كله، عايز فويس او ملف صوت يقرا يلخص لي السبجكت ده كله من اوله لاخره. بصوا هدوس على ايه، اوديو اوفر فيو. هيبتدي هنا يبتدي يكريت ملف اوديو. ملف الاوديو دوت هتلاقيه في حدود الخمس ست دقايق، بيتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه دوت. انا هقفل الشير
واشغله تاني عشان بس ايه نسمع الساوند وقت ما ايه يتعرض. من الحاجات الجميلة برضك اللي ابتدت لسه نازلة جديد، ممكن كمان نعمل فيديو عن السبجكت بتاعنا دوت، بس ما هواش فيديو، هو بمنتهى البساطة برزنتيشن هيعملها عن السبجكت دوت، وفيها حد هيعلق عليه. هنشوفها مع بعض دلوقتي. وفي كمان يطلع لنا شوية ريبورتات. ايه الريبورتس اللي ممكن يطلعها لي؟ في حاجة اسمها بريف دوكيمنت. ايه البريف دوكيمنت ده؟ طب انا عايز اخد فكرة عن الموضوع، قالوا نقول اخد فكره السمري للموضوع كله شكله عامل ازاي، ايه اهم المصطلحات الموجوده اللي في الموضوع دوت، الدنيا شكلها ماشيه ازاي. هيدي لك كده بريف دوكيمنت من الاخر كده، هيعمل سمرايزنج للموضوع كله نقول. هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض ونشوف اهو. طبعا موضوع الصوت بياخد له وقت شويه. نبص كده مع بعض على السمرايزنج. هبص ملخص. خلي بالنا كل الريسورسز بالانجلش زي ما انتوا شفتوا معايا، مش انا مش حاطط فيها حاجه بالعربي، وكل الكلام اللي طلع لنا زي ما انتم شايفين كده بالعربي. بيلخص لك الدنيا، وابتدي يقول لك اهم الادوات شكلها عامل ازاي وملخصها لك، والتحديات شكلها عامل ازاي، وافضل الممارسات عشان تبتدي تشتغل عليها، الاجايل بقى والبروجكت مانجمنت اوف اي اي بروجكتس، والدنيا شكلها ماشيه ازاي، وشويه فاكتس عن الموضوع، شويه بقى ارقام فاكتس عن السبجكت دوت، وهكذا. بمنتهى البساطه انا لو خدت الكلام دوت ممكن اعمله ارتكل زي ما هو كده اهوت. ممكن اخد الكلام ده كده حتى كوبي وبيست، سوري، واقدر ايه اخده في اي مكان، او اخده في ملف وورد زي ما انا عايز. وفي ميزه ممكن، بصوا سي مثلا البريف ده عجبني، ممكن اقول له ايه convert to source. يعني حط الملف دوت من ضمن السورسز اللي هنا. بصوا لما اقول له convert to source اللي هيحصل، نزل معايا هنا اهو. بقى عندي ايه 18 سورس زي ما انتم شايفين. اقدر اطلع ريبورت تاني منه شكله عامل ازاي؟ اقدر اطلع منه ستادي جايد للناس اللي شغالين في التدريس. ممكن اطلع ايه تاني منه؟ ممكن اطلع اسئله واجوبه. ممكن اطلع منه ايه تاني؟ اطلع منه تايم لاين. تايم لاين عن ايه يا دكتور؟ بمنتهى البساطه زي ما انتوا شفتوا كده في تواريخ موجوده جوه الدوكيومنتس دي كلها. هيبتدي يقول لك والله في التاريخ الفلاني، هيبتدي يرتبهم لك من الاصغر، او بمعنى صح من الاقدم للاحدث. التاريخ ده حصل كذا، في التاريخ ده حصل كذا، في التاريخ ده حصل كذا، في التاريخ ده حصل كذا. ادي يا باشا الاسئله والاجوبه. ملخص لك الموضوع كله في سؤال وجواب. في ناس ما بتفهمش الا بالطريقه دي على فكره. او ممكن تعمل بيها اكزامز. لو حضرتك دكتور او مدرس ممكن تعمل عن طريقها اسئله، بكبسه زر طلع لك اسئله واجوبه. انت طبعا ممكن نكتب هنا في النص ابتدي اعمل لي اسئله، وخلي بالك الاسئله ديت هتبقى الطلبه مثلا عندهم 12 سنه، بيدرسوا كذا 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 كذا، وخلي بالك مستوى الذكاء بتاعهم كذا. يعني ممكن نقعد في البرومتنج نقعد نكتب شويه تفاصيل تانية. بس اللي اقصده هنا ايه؟ بس مجرد بكبسه زر زي ما انتم شايفين ابتدى يطلع لي الايه، التفاصيل اللي انا قلت ايه، او اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض.
وادي هو 10 اسئله قصيرين بالاجابات بتاعتهم، واسئله تانية بصيغه مقال. اظن مفيش احسن من كده. حلو. بص بقى، ملف الصوت طلع اهو، يلا بينا نسمع ونشوف. سؤال بيطرح نفسه دلوقتي، إزاي الذكاء الاصطناعي بيغير الطريقة اللي بندير بيها المشاريع؟ وهل ده تغيير حقيقي وملموس ولا مجرد سامعين معايا ولا لا؟ تكنولوجيا جديدة وخلاص؟ هو فعلا سؤال مهم. النهاردة هنحاول نغوص في الموضوع ده أكتر، تمام. والمصادر اللي معانا متنوعة جدا. بنتكلم عن مراجعات الناس سامعه معايا الصوت؟ واضح سامع. لأدوات فعلية موجودة في السوق، وكمان في أبحاث عالمية وتقارير مهمة من جهات زي معهد إدارة المشاريع PMI. أكبر منظمة في المجال ده. بالظبط. وهدفنا في المناقشة دي إننا نفهم الاستخدامات الفعلية للذكاء الاصطناعي، إيه مميزاته، تحدياته، والمستقبل شكله إيه في إدارة المشاريع. حلو قوي. طب خلينا نبدأ من الأول خالص. لما بنقول ذكاء اصطناعي في إدارة المشاريع، إيه المقصود بالظبط؟ ببساطة شديدة دي أنظمة برامج بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان تخلي عمليات إدارة المشاريع أحسن وأسهل. يعني أتمتة وكده؟ مش بس أتمتة للمهام الروتينية زي الجدولة وتوزيع المهام، لا، الموضوع أعمق. بنتكلم كمان عن التنبؤ بالمخاطر قبل ما تحصل، دي نقطة مهمة. وتحسين استخدام الموارد، يعني مين يشتغل على إيه وإمتى بأحسن طريقة ممكنة. وفي الآخر طبعاً مساعدة مدير المشاريع ياخدوا قرارات مدروسة أكتر بناء على تحليل بيانات دقيقة. طب وليه الاهتمام بالموضوع زاد قوي الفترة الأخيرة دي؟ يعني هل في أرقام أو مؤشرات بتقول كده؟ أكيد الأرقام بتتكلم. السوق ده حجمه بينمو بسرعة مش طبيعية، متوقع يتخطى 7 مليار دولار بحلول 2030. واو، ده رقم كبير جدا. وفي كمان توقعات من مؤسسات بحثية كبيرة زي جاردنر، ودي شركة معروفة عالميا في استشارات التكنولوجيا، بتقول إن حوالي 80% من المهام التقليدية لمدير المشروع ممكن يساعد فيها الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 برضو. 80%؟ دي نسبة ضخمة. فعلا. وده غير ان مؤسسة زي PMI نفسها اللي هي المرجع في المجال مهتمة جدا لدرجة انها اطلقت مبادرة اسمها PMI XAI مخصصة بس لموضوع الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. ده بيوضح قد إيه الموضوع بقى محوري. طب لو جينا للأدوات اللي بنسمع عنها، ممكن تدينا أمثلة وإيه اللي بيميزها؟ بص، الأدوات بدأت تظهر كتير وتثبت نفسها. عندك مثلا أدوات زي Monday.com، دي مشهورة بقدراتها في تخطيط الموارد وتقييم المخاطر. تمام. وعندك ورايك، بتقدم ميزة قوية قوي في حتة التنبؤ بالمخاطر. مش بس بتقول فيه خطر، لا، دي بتحاول تتوقع تأخيره المحتمل على الجدول الزمني. يعني تحليل أعمق للمخاطر. بالظبط، بناء على بيانات المشاريع السابقة، ودي حاجة ما كانتش سهلة بالطرق العادية. في كمان ميرو للتعاون الذكي بين الفرق، وكليك اب اللي بيحاول يجمع كل حاجة في مكان واحد. يعني كل أداة وليها تركيزها، بس إيه الملامح المشتركة اللي ال AI بيضيفها في الأدوات دي كلها؟ المميزات الأساسية بتلف حوالين كذا نقطة مهمة. أولاً التحليلات التنبؤية اللي بتساعدنا نتوقع مشاكل ممكن تحصل أو حتى فرص نجاح المشروع. تتوقع المستقبل يعني؟ نوعاً ما. ثانياً الجدولة الأوتوماتيكية وتخصيص الموارد بشكل أذكى، يعني النظام يقترح من يعمل إيه بناءً على مهاراته وضغط الشغل عليه. ده يفرق كتير أكيد. جداً. ثالثاً إدارة المخاطر بقت استباقية أكتر، مش مجرد رد فعل. رابعاً التقارير والتحليلات بقت أسرع وأعمق، بتديك صورة واضحة في وقت قليل. الفوائد دي مغرية. زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، يعني ده الديفولت جه منين؟ لما انا جيت في السيتنج هنا اهوت وقلت له ايه الاوتبوت لانجويج عربي عامي، ابتدى يطلع لي باللغه اللي انتوا سامعينها كده اهوت. لو انا غيرت اللغه وقلت له جنريت ملف صوت تاني، هيطلعه طبقا للغه اللي انا عايز بيها الداتا تطلع لي. ده بالنسبه للعربي. طيب للاسف في ميزه موجوده في النسخه الانجليش ومش موجوده في بقيه اللغات، هوريها لكم دلوقتي. الا هو ايه؟ ان احنا كمان ممكن نعمل انتراكشنز. يعني ايه يا دكتور انتراكشنز؟ انتوا شفتوا زي ما سمعتوا دلوقتي من شويه، الاتنين بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا مع بعض على نفس السبجكت، صح؟ جميل. طب ما انا ممكن اخش في النص واقعد اتكلم انا كمان معاهم. اشمعنى هم؟ نفس القصه، احنا ممكن نخش
نتكلم ونسالهم اسئله ويبتدوا يردوا علينا. دي للاسف موجوده في الانجليش بس طبعا وكمان شويه هتلاقوا نزلت في النسخ العربي. اوريها لكم دلوقتي. انا بس طبعا زي ما انتم شفتوا انا قلت له جنريت فيديو، هو بس جاست انه يخلص جنريشن الفيديو بس عشان نبص عليه واوريكم الحته بتاعه الايه الانتراكشن اللي بيحصل في الفويس وازاي بنعرف نتكلم معاه وازاي نعرف نطلع ايه اللي نتناقش معاه. يعني ممكن نفتح واحده تانية هنا اهوت ونبتدي في السيتنج نقول له الاوتبوت بتاعنا عايزينه بقى لا انجلش. سيف. يعني عاوز في سر عايز اقول لكم عليه. انا الحلقه الاخيره اللي طلعت فيها في التلفزيون انا بمنتهى البساطه خليته طبقا للريسورسز. طبعا قبل ما بطلع في اي برنامج تلفزيوني في سبجكت معين بنبتدي نتكلم عليه، انا عملت نفس القصه فيه. جبت السبجكت دوت وجبت الريسورسز بتاعته اوريها لكم اهي. واديته الريسورسز بتاعتها وابتديته يطلع لي الموضوع وخليته يطلع لي ملف فويس اسمعه وبيلخص لي كل المفروض الحوار اللي يحصل ما بيني وبين المذيع، بحيث اروح ابقى جاهز بالردود اللي احنا بتاعه السبجكت اللي المفروض نبتدي نشتغل عليه بنفس الطريقه اللي حضراتكم سمعتوا بيها الفويس من شويه. بص بقى نخلي بس ده ما اعرفش ده لسه ما خلصش. تعالوا اسمعكم. ده كان ريسيرش انا ببتدي اجمع. دي حاجه في الاكاديميك بقى، دي حاجات ابتديت اجمعها للجينيراتيف اي اي وتاثيره على الاستراتيجيك ديسيجن ميكنج جوه المؤسسات والشركات وخليته يطلع لي فويس ليه. Okay, so you guys have really outdone yourselves this time. The stuff you sent over for this deep dive, it's all about AI. شايفين الزرار ده؟ الزرار ده ما كانش موجود في النسخة العربي. يعني النسخة العربي دي هتلاقي الزرار ده مش موجود. بصوا في النسخة الانجليش ظهر اهو. تاني لما يكون الاوتبوت هنا اهوت انت ظابطه انه يطلع انجليش، فالكلام اللي هيطلع لك كله انجليش وبالتالي ملف الصوت اللي هيطلع لك ايه؟ انجليش. نسمع كده مع بعض. And business. Yeah, lots of وحتى اللينس بتاع او التايمنج اللي هيعرف يطلع لك بيه السبجكت بتاعك اطول. يعني هو لو تلاحظوا ملف العربي حوالي كان 7-8 دقايق. بصوا ب 8 دقايق بس. بصوا بقى في الانجليش من 8 ريسورسز بس كام دقيقة؟ 24 دقيقة. unpack. There's so much, right? We've got academic papers about AI strategy, like how companies are using AI, stuff about decision making, how that's all changing, generative AI, even auditing, which is not something you think about every day, but You're being transformed, yeah. hugely, yeah. And cutting through it all. I think the big thing we got to figure out, like our mission for today, is how is AI actually changing the game for businesses? جربوا Like بقى يعني practically, ركزوا معايا في what does it الأسئلة mean هسألهم for دلوقتي. companies? What does it mean for people? أنا كده هو بقول له عاوز أعمل انتراكشن. أقول له جوين. Okay, so you guys have. Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. Hello, I wanted to ask about the impact AI in education.
That is such a great question. And it's something that came up in our research, too. Yeah, absolutely. We actually saw a few mentions of AI's impact on education in the materials we looked at. One of the sources in particular highlighted how certain occupations, like higher-level teachers of languages, history, and law, are among the most exposed to new generative AI models. That's fascinating. So AI isn't just changing business, it's really starting to shift things in the classroom, too. Exactly. And another source mentioned UNESCO's guidance for policymakers on AI in education. So it's clearly on the radar of big organizations. What does that suggest about the broader implications? It means that the educational landscape is adapting. It's not just about integrating new tools, but also rethinking how we teach and learn. Right. It's like, how do we prepare students for a world where AI is so prevalent? What skills become most important? Precisely. It raises important questions about digital literacy, critical thinking, and even ethical considerations within an AI-powered educational environment. That makes a lot of sense, especially with how we were just talking about trust in AI systems. That's got to be a big deal in education, too. Absolutely. If students or educators don't trust the AI tools they're using, they won't adopt them effectively. Transparency becomes even more crucial. So it's not just about the tech, but how people interact with it in a learning environment. Yes, and how it impacts the learning process itself. It's a really dynamic area. Okay, so you guys have really outdone yourselves this time. The stuff you sent over for this deep dive, it's all about AI and business. Oh, go for it. I want to talk about the Yes, impact exactly. AI. It is all about AI and Wait, business. Yeah. Oh, yeah. Go on. Impact AI in manufacturing. Welcome back. That's a fantastic point. AI in manufacturing is absolutely a key area. Yeah, that's a huge part of how AI is changing businesses right now. When we talk about practical applications, manufacturing is definitely seeing a lot of transformation. It makes sense with automation and predictive maintenance. Right. And it ties into the idea of automating monotonous manual tasks, which we'll get into. So we're talking about factories becoming smarter, more efficient. Exactly. It's about optimizing operations and enhancing workflow efficiency. And it links to that bigger picture we're trying to unpack about what AI means for companies. So to get back to our starting point from before, there's a lot to unpack today. We've got academic papers about AI strategy, Like how companies are using AI, including in manufacturing, stuff about decision making, how that's all changing, and generative AI. even auditing, which is not something you think about. ايه رأي حضراتكم؟ شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ تخش وتتكلم وتدردش معاهم وتقول ايه رأيكم في دوت وتقعدوا تعملوا حوار معاهم. الحاجة الأخيرة اللي هنبص عليها سوا الفيديو اللي المفروض هم عملوه. نبص كده مع بعض على الفيديو. Welcome to The Explainer. Today, we're jumping right in to a massive shift happening in the professional world, the explosion of AI in project management. Is it coming for your job? Is it just another tool? Or is it something else? Let's figure it out. So, to kick things off, let's just get a sense of the scale we're talking about here. Gartner, the big research firm, recently made a prediction that's, well, it's a bombshell. They're saying that by 2030, a whopping 80% of routine project management tasks could be run by AI. That's not a little change, folks. That's a full-blown earthquake, right? So you hear a number like 80%, and it's totally normal to have your mind racing. You're probably thinking, okay, what does that actually mean for me, for my day-to-day, for my career? That is the big question, and that's exactly what we're here to break down today. First things first, we need to frame this the right way. Stop thinking of AI as a replacement. Seriously, the best way to look at it is as your new co-pilot. You're still flying the plane. You just have an incredibly smart assistant helping you navigate. So what even are these AI tools? You know, at their core, they're just really, really smart pieces of software. They're built to do the heavy lifting, all the number crunching, the resource planning, the risk prediction. Think about it. They handle the repetitive, tedious stuff, which frees you up to focus on the things a machine can't touch. You know, like leadership, creative problem solving, and actually talking to your stakeholders. And let's be real for a second. Project management could use the help. I mean, look at this stat from the Standish Group. Only 35% of projects are considered a success. 35%. That means the vast majority are going over budget, missing deadlines, or just plain failing.
And that right there, that's the massive gap that AI is promising to help us close. Okay, so the theory sounds pretty good. But what about the real world? Where's the proof? Well, let's take a look at where the rubber meets the road and زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بردك الفيديوز طبعا لسه ما طلعتش منها النسخة العربي، بس النسخة الانجليش هي اللي شغالة. زي ما انتم شايفين برزنتيشن حلوة، 5 دقايق زي ما حضراتكم شايفين، بتشرح الموضوع، ما فيهاش بقى حد اتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض. مديالك بريف برزنتيشن جاهزة، ممكن حتى انت تشوف السلايد شكلها عامل ازاي وتعمل زيها او بشكل افضل واحسن وتقدر تقدمها. وبرضك مديالنا، وممكن طبعا نعمل شير للفيديو لو احنا عايزين، نقدر ناخد كوبي منه ونقدر نعمل له شيرنج according to بقى اللي احنا عايزين نديله الفايل دوت، او نبعته لحد معين يبتدي يبص عليه. نفس القصة في ملف الصوت، جدا لأي حد شغال. ما اعرفش فيه الشيرنج ولا لا. شيرنج بردك موجود فيه، نفس القصة بردك ممكن نقدر نعمل شيرنج، ونقدر طبعا بقى نشوف انت عايز تعمله بيه مين اللي بيبقى واخد اللينك، الدنيا شكلها عامل ازاي وهكذا. فنقدر نشارك اي حاجة احنا عايزينها مع اي حد زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، طبقا للشغل اللي انتم شايفينه دوت. حتى احنا ممكن نعمل شيرنج للبروجكت ده كله، وممكن نبعته ميل لحد، او نبعت برضك ناخد اللينك او نفس القصه. فزي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجه الريسورسز اللي حضرتك هتقدر تديها انبوت هنا هو جوه الفايل او جوه الشغل بتاع حضرتك، وبناء عليها يبتدي. انا برضك من ضمن مثلا الشغل اللي عملته قبل كده كانت تقارير عن السوق السعودي عربي. بصوا حاجات انجلش اهيت على تقارير عربي، ده حوالي 40 ريسورسز، 40 مصدر اهو. بصوا تقارير انجلش وتقارير عربي وحاجات كتير جدا زي ما انتم شايفين. اسمعكم الصوت بتاعه شكله عامل ازاي. أهلا بكم. اليوم رح نغوص في التحولات الكبيرة اللي حاصلة في المملكة العربية السعودية. أهلا بك. فعلا معانا اليوم مجموعة مصادر مهمة، يعني من تقارير اقتصادية زي OBG واستطلاع FII العالمي، وتقارير تانية عن الصناعة والتكنولوجيا والإصلاحات كمان. ممتاز. وهدفنا اليوم هو إننا نطلع بأهم الأفكار من المصادر دي ونقدمها بشكل عاوزكم بقى تبصوا على المايند مابنج اللي هو كان مطلعها شكلها عامل ازاي. الاقتصاد السعودي شايفين عامل، بصوا شايفين مثلا المدن الذكية. ابتدي بقى ايه يا باشا، موضوع داخل موضوع داخل موضوع داخل موضوع. بصوا جايب لك مع تقارير. بصوا 40 تقرير عربي وانجليزي وايا ما هيكون، ومن بيوت خبرة ومكاتب استشارية عالمية. قطاع التعليم مثلا، شايفين الدنيا المناهج الدراسية هاتها لي من جوه هنا شكلها عامل ازاي. هيبتدي يجيب لك الكلام ده جاي منين ورايح فين وهكذا. فبالتالي التولز ديت مهمة جدا جدا جدا. اهم حاجة حضرتك العامل الاساسي بتاع التول ديت ان حضرتك تجيب الريسورس. وانس ان حضرتك جبت ريسورسز واثق فيها، هيطلع لك الاوتبوت اللي حضرتك عايزه. جبت ريسورسز اي كلام، هيطلع لك شغل اي كلام. نفتكر الرول اللي قلنا عليها، جاربش ان جاربش اوت من الاخر. فبناء على كده نجيب ريسورسز واثقين فيها، وخصوصا الناس اللي شغاله في حته الجزء بتاع الاكاديميك. ممكن نخليه يكتب لنا، ممكن نخليه يعرف يكتب لنا، بس هيكتب منين؟ لازم انا اجيب الريسورسز والريفرنسز اللي هشتغل عليه. هجيب ريفرنسز كويسه، هيبتدي بتاع. طب عشان يعرف يكتب لازم اتعلم بقى الجزء بتاع البرومبتنج زي ما احنا قلنا من شويه. في بيزكس نتعلمها في البرومبتنج، وفي ادفانسد في الجزء بتاع البرومبتنج لازم نشتغل عليه ونفهمه ونتعلمه. اتعلمناه، هنمسك اي تول ونعرف نخليه يطلع لنا ويكتب لنا كل اللي احنا عايزينه. فبالتالي
نقدر نوجهه او نقدر نشتغل بالتول طبقا للطريقه اللي احنا عايزينها. استاذ حاتم اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كان عندي سؤال بخصوص النسخه المدفوعه من جيميناي. مم. هل في تولز تانية بناخدها يعني مشموله ضمن النسخه المدفوعه في جيميناي غير نوت بوك ال ام ده؟ والله بص يا باشا، ما تضمنش لان جوجل كل شويه بتطلع حاجات جديده. اه يعني هم الى الان هم جيميناي يعني بص ونوت. جوجل من الشركات اللي هي ايه سخيه شويه، يعني اللي هو ايه بتطلع حاجات وخد يا باشا. يعني مثلا انت بال 700 جنيه اللي بتدفعهم بتاخد 2 تيرا معايا، يعني تعالى كده اوريك. وبتاخد استنى اشوف لك البلان. وبتاخد ايه تاني؟ يعني مديك 2 تيرا زياده، 2 تيرا ستورج، فاهمني؟ وبيدي لك نسخه، ده الاشتراك الاعلى انا مش عايزه. وبيدي لك نسخه وبيدي لك النوت بوك ال ام، وبيدي لك جيميناي. وجيميناي طبعا فيه الجزء بتاع اهو انا واخد دي معايا، مديك 2 تيرا بايت، مديك جيميناي، مديك نسخة فلو اكسس فيو 3 اللي بيطلع فيديوهات، اللي هي طبعا عاملة شغل ابن لذينه. مدي لك 1000 كريدت مانثلي اي اي كريدت، تمام. مديك نوت بوك ال ام معايا. ومدي لك خلي بالك كمان جيميناي، صح، دي من الحاجات الجميلة قوي. يعني بص كده، تعال نخش على الميل. جيميناي موجود هنا اهو. يعني ممكن حضرتك تخش تفتح الميل بتاعك وتخليه سيرش على اي حاجه جوه الايميلات، او تيجي تقول له ابتدي سيرش، او ابتدي رد على الميل ده، او ابتدي يقول لي ريبلاي على ده، او ابتدي، فهو معاك. لو دخلنا على الدرايف وفتحنا مثلا ملف دوكيمنت زي ده، هتلاقيه معاك جوه الدوكيمنت نفسه. ممكن يسبورت معاك اهو، ويسبورت معاك ويكتب لك ويغير وتعمل وتغير الفورماتنج، اعمل اللي انت عايزه. فعشان كده بقول لك جيميناي حلو وقوي. طب شات سؤال جي بي كمان يا تي دكتور. مثلا، شات جي بي تي بتدفع فيه مثلا $600 انا 600 كنت جنيه كنت لسه اسال حضرتك دلوقتي، هو أيوة. الشات جي بي تي طبعا بعد ما نزل الفايف بتاعه يعني النسخه الخامسه ديت. انا عايز اعرف هل في فرق ما بينها وبين جيميناي حاليا دلوقتي، ولا الموضوع مش كبير زي ما انا متوقع يعني؟ بص يا باشا، هو سبق. ما هو مش كبير، خلي بالك، هو سبق. يعني ايه؟ ما جيميناي كان لسه منزل النسخه البرو فلاش 2.5، حلو. وديت كانت اقوى حاجه من ضمن الاي اي تولز اللي موجوده في السوق. شات جي بي تي لسه منزل شات جي بي تي 5، احنا لسه بنشوفه وبنتسته، فاهمني؟ الله اعلم هيسبق ولا مش هيسبق، لسه بنشوف. يا سيدي سبق معايا، كلها شهر والتاني وهتلاقي جيماي نزلت حاجه احدث وبقت سبقت، فهو سبق معايا. الموضوع اللي هو ايه هو من الاخر زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، احنا بنروح للتولز اللي بنشوفها افضل لينا لشغلنا. يعني مثلا لقيت شات جي بي تي افضل حاجه لشغل حضرتك، خلاص خليك معاه. لقيت جيميناي احسن واحد فاهم شغلك وفاهم دماغك وعارف انت بتشتغل معاه ازاي وبيطلع لك اللي انت بتعوزه من اول مره، وانا ليه اتعب قلبي واروح شات جي بي تي؟ فهي الفكره كلها في ايه؟ اللي تلاقيه التول اللي تلاقيها مع حضرتك شغاله كويس اشترك فيها. طب الشهر اللي بعديه جت حاجه اقوى، انقل على اللي بعدها، مش لازم تكمل. هي الفكره كلها في ايه؟ اللي مريحك وشايفه بيدي لك اوتبوت مظبوط، هو ده اللي حضرتك تشتغل عليه. استاذ احمد اسامه اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. دكتور، دلوقتي انا بعد ما عملت مثلا ملخصات او عملت طلع لي اوتبوت
لو انا حبيت احط الكلام ده في برزنتيشن او حبيت احط الكلام ده في كاستمايزد مثلا PDF، هل في امكانيه لكده بعد ما اخلص خالص؟ اه طبعا في، احنا شفناها. لو حضرتك بص على السيشن المره اللي فاتت، خلينا تطلعنا برزنتيشن من كلام احنا قعدنا ندردش معاه فيه مع الاي اي، موجود. بس بتكلم على LM، حضرتك بتتكلم على ما نوت هي بوك نفس LM. القصه، انت هتاخد بص، مفيش تولز هتعمل لك 100% من شغلك معايا. بس الفكره تمام. كلها ايه؟ طلع منه افضل اوتبوت انت عايزه، وخده كوبي وبيست وروح على تول تانية تقدر تطلع بيها البرزنتيشن اللي انت عايزها. يا سيدي عايز PDF، خدها كوبي وعلى ملف وورد وسيف PDF وشكرا. انا أصل قصه حضرتك ان في مثلا حاجات زي المايند ماب والحاجات دي، مش هتبقى بسهوله برضو ان انا اعمل لها كوبي وبيست يعني. لا، هتقدر تنزلها صوره زي ما انا وريتك كده اهوت من شويه. تقدر تجيب المايند ماب، تعمل لها سيف، هتنزلك كصوره، تقدر تحطها في اي دوكيمنت وتقدر تطبعها زي ما انت عايز. اه تمام يا دكتور، تمام. بص اقول لك حاجه، يعني بص مفيش، يعني احنا زي ما انت شايف كده اهو، احنا بنتنطط ما بين كذا تول معايا. فهي الفكره تمام. كلها في ايه؟ انت لازم تبقى شايف كذا تول حواليك، وشايف الدنيا حواليك ماشيه ازاي، عارف ده احسن حاجه بيعملها دي وده احسن حاجه بيعملها ايه. فانت بتاخد من هنا وبتحط هنا اهو وبتطلع من هنا اهو. ولو لقيت حاجه تعرف تخلصها من غير الاي اي، خلصها. يعني مثلا زي ما انت تمام. قلت لي من شويه، انا عايزه يطلع لي ملف PDF. طب LLM ما مش بيطلع PDF، هنقول عليه وحش؟ يا عم يشكر على اللي بيعمله. هناخد اللي طلعه كوبي وعلى ملف وورد بره وسيف يا باشا PDF وشكرا، خلص الموضوع. تمام. بس كده. طيب نقطه اخيره يا دكتور، بالنسبه اتفضل. للبرومتس، يعني برضو حضرتك ممكن توضح لنا البرومتس، يعني الديزاين بتاع البرومت بيبقى عامل ازاي؟ ده يا باشا انا بشرحها في 4 محاضرات. اه تمام. ثلاثة يعني ب 12 ساعة تقريبا. ده لا، تمام تمام. يعني ما اكدبش عليك، لا بص، هي الكور بتاع الاي اي في البرومتنج. لذلك انا حتى في الورك شوب اللي بديها، لا انا مركز عليه تركيز جامد. واللي فعلا بيفهم ويعرف يعمل برومتنج، انت خلاص عرفت تتكلم الاي اي مظبوط، عرفت تطلع منه افضل اوتبوت مظبوط، وهو ده المطلوب. مطلوب مننا ان احنا ايه؟ نعرف نطلع، نخليه يعرف يطلع لنا اوتبوت. ايا ما هيكون وظيفه حضرتك ايه، فهمت الاستراكشر صح، فهمت حاجه اسمها الباترنز، فهمت ازاي تعرف تطلع برومبتنج. وبندي حتى تولز تطلع برومبتنج، بس انا مش هينفع اديك تولز من غير ما انت تبقى فاهم الاصل. طب افرض التول صح. هيست، انت بقى فاهم يا باشا الاستراكشر. وبالعكس، انا بخلي الناس، ما اعرفش حد معانا هنا من الناس اللي خدوا معانا، انت كمان بعد ما التولز بتطلع لك البرومبتنج، انت بتبص على برومبتنج وممكن تعليها وتخليها افضل واحسن، تحسنها. ليه؟ لانك فاهم الاستراكشر. تمام. ده انا كمان بخلي الاي اي نفسه هو اللي يعمل لك برومبتنج اكوردنج تو الريسورسز، او اكوردنج تو الفهم اللي انت فهمته في البرومبت، فيطلع لك اكوردنج تو الاستراكشر اللي انت فاهمه، ويقدر يطلع لك افضل. بص الموضوع فيه كلام كتير يعني، بس هو ده الكور. تمام. نحاول نتعلمه. ايام ما هيكون بقى تتعلمه مع مين او ازاي، او تخش على اليوتيوب تبتدي تطلع فيها كورسات فيها، وهتلاقي ليها كورسات مجانيه كتيره. بس الفكره كلها نركز فيها، وهي دي والله زي ما بحكي لكم، دي الكور اللي هتخليك فعلا. انت ممكن تكون زي ما انت شايف كده اهوت، ادي نوت بوك LM بيطلع حاجات حلوه. طب انا عايزه يخليه يكتب لي شابتر انتروداكشن في الريسيرش بتاعي، هقول له اكتب لي انتروداكشن، هيكتبه لك بس اي كلام. ليه؟ مش هكتبه اكوردنج تو الاستراكشر الصح. فانت لازم تعرف تقول له اكتب لي كذا واعمل لي كذا واظبط كذا، وخلي بالك اكتب API ستايل كذا، وخلي بالك يبقى خلي بالك الموضوع انا شغال لا بشيكاغو ومش عارف، ولازم يكون في، انت تديله شويه انستراكشنز عشان يعرف يشتغل عليه. وهو ده اللي احنا بنتعلمه. تمام يا دكتور، متشكر حضرتك جدا. العفو العفو العفو. استاذ احمد مرسي. السلام عليكم. عليكم الصحه مبدئيا والسلام. جزاك الله خيرا يا دكتور، ما شاء الله. يا نوت يعني نوت بوك LM ما شاء الله، يعني تول جميلة جدا زي ما حضرتك قلت. انا بس كان سؤالي في حتة تانية، افضل تول ممكن تعمل داشبوردز وداتا اناليسيس وتبقى دايناميك، ممكن تبقى ايه؟ والله بص، انا بشتغل بكلود، وبشتغل بجيميناي، وبشتغل بمانوس، وبشتغل بسكاي وورك. الاربعه بشتغل بيهم. تمام. وبيد ولا في منهم مجاني؟ بص الاي اي
ما اكدبش عليك، عشان تاخد شغل صح، ولو شغلك الكور بتاعه ده، يبقى تدفع. يبقى ليه؟ لانه هيوفر. بص معلش، احنا بندفع ليه؟ عشان يوفر. البروجرام. احنا تمام. بس بناخد الحته المجانيه عشان بنجس نبض. ها، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ لو لقيته نعم. فعلا فرق في شغلك، اصل زي ما انت حضرتك شايف كده، الاشتراك اخره $20 في الشهر، يعني تقول تقريبا مم. 1000 جنيه. طيب مم. ماشي، ال 1000 جنيه اللي انا هدفعها في الشهر ديت وفرت لي كام ساعه؟ نعم. مم. بدل ما بخلص حاجه في يومين ثلاثه، هو خلصها لي في 10 دقائق. عايز ايوه اكتر من فعلا. كده؟ فانا عرفت اعمل حاجات تانية. مم. بس فهي الفكره كلها في كده. لو فكره احنا برضك ما نبصلهاش ايه، انا هدفع كام، لا بص هيوفر لك قد ايه، هيوفر لك وقت قد ايه، هيسرع لك ايوه انا شغلك شايف إدارة فعلا. طبعا اقل طبعا طبعا. حاجه هيدي لك شويه انسايتس. يعني انا في الناس حتى لسه في المجموعه الورك شوب اللي لسه مقفلها حاليا، اخدنا، مش هقول لحضرتك بقى اخدنا ملف اكسل، اخدنا ملف PDF بتاع شركه، الانوال ريبورت بتاعها. مم. وحضرتك عارف بقى البورصه بتطلع انوال ريبورت الشركه، بيبقى عباره عن شويه نوتس وشويه جداول وبتاع ورا بعض، ما فيهاش رسومات. اخدنا ايوه. الانوال ريبورت، رفعناه على التولز، وطلعنا احلى داشبورد دايناميك. مم. تمام، جميل جدا. فهي الفكره كلها في ايه، استخدم التولز ازاي وامتى، ايه افضل حاجه فيهم. فده طبعا بيجي اكتر بالايه، بممارسه. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، تحت امرك. تسلم يا فندم، تسلم. استاذه هبه. أي دكتور، جزاك الله كل خير على المحاضرة الجميلة دي أولا. ثانيا أنا كنت عايزة بس أتأكد من معلومة. هو حضرتك قلت إن الفيديو حتى لو المدخلات عربي بيخرج إنجليش؟ الفيديو لسه اللي عاملينه، هو لحد دلوقتي بيطلع منه الفيرجن الانجليش بس، شويه وهتلاقيه طلع منه العربي. طيب تمام. بس شكرا. الصوت على حسب الاوتبوت. لو انت ظبطت الأوتبوت الاوتبوت طلع عربي عربي. هيطلع عربي، لو اه ظبطتيه انجلش الأوتبوت هيطلع طلع انجلش. عربي بس الفيديو هو اللي طلع إنجليش. اه هي شويه وهتلاقيها ظبطت. تمام، شكرا لحضرتك. تمام. استاذ محمود. شكرا ليك يا دكتور احمد، وعندي سريعا ثلاث اسئله. اتفضل يا معلش فندم. استحملني يعني سريعا، في بس علامه جنب كلمه الريكورد بتاع السيتنج، علامه اللي هي زي الكارو بتاع الاي اي، دي بتشير لايه؟ استنى بقى، انت كده هتخليني افتح تاني. حاضر. جنب الريكورد موجوده لكل الزملاء. فين؟ هي علامه الاي اي بتروح وتيجي كده جنب الريكورد، مش بشوفها في كل زوم ميتنج، مش عارف دي بتشير لا لايه. لا، انت بتقول في زوم ميتنج ولا جوه نوت بوك ام؟ لا لا، جوه الزوم ميتنج على الريكورد، جنب الريكورد، بس هي علامه خاصه بالاي اي، فانا مش عارف دي بتشير لايه جوه الميتنج. ما زوم دلوقتي طبعا في دلوقتي AI، ما الاي اي تول دخلت جوه زوم، بتعرف تحلل الميتنج، وفي الاخر تديك سمري كده، بالظبط. او اكنك دخلت ميتنج بالظبط كده، ده. وتديك في الاخر مينت اوف ميتنج. بالظبط فهي موجوده دلوقتي. ده اللي انا بسأل عليه بقى. هل انا مثلا لو دخلت ميتنج عايز احلل فيه الكلام اللي الافراد قالوه، هل الكلام ده مثلا بيزد موجود على الترانسكريبت، موجود ويقدر يقول لك بالظبط، يديك سمرايزنج ليه، يقول لك كل واحد قال ايه بالظبط. ازاي بقى اقدر انا اجيب التولز ده، اقدر اعمل كونكلوجن للايميل؟ لازم تبقى دافع مشترك في زوم ماشي عشان هدفع. تطلع لك دي. اوكي. جوه النوت بوك اللي لا، انت دلوقتي لخبطت بين الاثنين، انت بتتكلم على ده زوم. جوه جوه الزوم تقصد، جوه الزوم جوه تقصد؟ الزوم، جوه الزوم. اه اوكي، عشان تدي لي اناليسيز للاجتماع اللي حصل جوه الزوم. ايوه، الاشتراك اوكي ابو طيب ماشي. $18 ولا $19 دوت. حلو. في الشهر. في الشهر. اه اوكي. طيب دي نقطة فالid جدا. النقطة التانية، السؤال الثالث أو الأخير، هل مثلا حد من حضرتك تعرفه أو في تجربة سابقة قبل كده لحد مثلا عنده انترفيو أو بيترقى في شركة، فعايز يخش على بوزيشن معين فيساعده إن هو ينتراكت مع مع الشركة أو هكذا في البوزيشن ده؟ تاني معلش سؤال، مين اللي انتراكت؟ سي مثلا في انترفيو في شركة معينة حلو. وانا مقدم عليه، ففي اه حاجات معينة طالبينها وهكذا، وبناء على الجوب اللي رافعينه، فهل ده متاح او حصل قبل كده ان حد استخدمه في انترفيو وساعده فيه بالفعل؟ طبعا، انت بمنتهى البساطه بتقدر تقول للاي اي خلي بالك،
انك تقدر انا مقدم في الشغلانه الفلانيه اللي في الشركه الفلانيه الفلانيه، وتقدر تديله اللينك بتاع الشركه، ولو قدر تجيب البروفايل بتاعه وتجيب اللي بيشتغل في ايه بالظبط، او الشركه ديت شغاله في ايه، وانا وظيفتي فيها كذا 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 كذا. تمام. وانا داخل انترفيو مع الشخص الفلاني الفلاني، اللينكد ان بتاعه كذا 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 كذا. اوكي ابتدي تتوقع بقى ايه الاسئله اللي يسالها لي علشان اعرف اجاوب عليها. اوكي موجود يا باشا. سهل. اوكي ثانك يو ثانك العفو. يو. العفو. استاذه رانيا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا سعيدة جدا بحضرتك وبشرح حضرتك ومستمتعة بالاي اي مع حضرتك دايما. اكرامي. عايزة أسأل حضرتك، هو أنا دلوقتي مطلوب مني أعمل مصفوفة تقييم المخاطر، وأنا هاي. عندي الداتا بتاعت السجل المخاطر، عندي داتا، بس جميل. أعمل المصفوفة دي أدخلها تقرا لي الداتا وتعملي المصفوفة. في ماشي. عندنا تول تساعدني في كده؟ ما الاي اي يساعدك، ما طالما الداتا عندك مم. وعندك التمبلتس اللي المفروض تملي زيها. حلو. تمام عندي. فانت بمنتهى البساطه، ده حتى على شات جي بي تي يعني، بعيدا عن ده، انت هتدي لشات تمام جي بي تي ادي الريكورد، ادي الريسك ريجستر بتاعي اللي فيه كل تمام. الريكوردنج. حلو. شفته. مم. اعمل له اناليسز وتطمني انه شايفه مظبوط وشايف كل الداتا مظبوط. تمام. 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 قولي له بقى خلي بالك، نفس الشات قولي له شايف التمبلت دي، هيقول لك مم. انا عايزك بقى اللي انت فهمته فوق حطه لي جوه التمبلت دي، املاها لي. نفذوا عليه. تمام. هينفذها لك على طول. تمام. تمام. ومفيش حاجة مثلا متطورة عن شات جي بي تي؟ يعني أنا عايزة حاجة تكون يعني ممكن بروفيشنال أكتر أو كده تساعدني. ما بص، في ممكن تشتغلي على أجرب مانوس. نوت ممكن من مانوس. هو مانوس فعلا حلو. مانوس فعلا جامد. بيطلع وانا فعلا وانا نتائج مبهرة. وانت معانا في الكوميونتي بتاعتنا صح؟ طبعا يا دكتور، أنا معاك على طول على الخاص كمان. طيب أنا اللي حلو. بعمل رسالة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي والأزمات. هايل. بصي، احنا ان شاء الله مع بعض في الكوميونتي بتاعتنا اللي ناس كانت معايا الورك شوب. تمام. هعمل لكم تمام. قريب ان شاء الله على الاسبوع الجاي واللي بعديه سيشن عن تمام. الاي اي ايجنتس، وازاي نعرف نشتغل مع مانوس وجين سبارك وسكاي وورك ان شاء الله. تمام. منتظر المحاضرة دي هتبقى بإذن بينا الله وبين يا بعض دكتور. ان شاء الله. تمام باذن تمام. الله. شكرا يا دكتور، جزاك الله العفو. خير. العفو. استاذ حسام. السلام عليكم يا دكتور. ورحمه الله وبركاته. اهلا. الله ينبحك، انا سعيد بمحاضرة حضرتك زي كل يوم كده، كل مره بصراحه، يعني كل مره احسن من اللي قبليها. ربنا تكرم يبارك فيك. عليك. الله يخليك يا دكتور. سؤال برضو يعني بيواجهني دلوقتي، لو انا عندي كميه من الفولدرات والملفات وليها هيراركي معقده شويه، يعني ممكن اقول الافات من الملفات او اكثر كمان. عاوز اللي انا اتحكم فيها واعمل لها هيراركي مختلفه عن اللي موجوده، يعني خلينا نقول عندي 10 مشاريع، لكل مشروع ليه هيراركي معينه في 8 فولدرات مثلا، عاوز اعدل فيها واخليها في 15 فولدر لكل مشروع. هل اقدر حاجه اي يقدر يساعدني ان هو يبقى ليه اكسس على الجهاز بتاعي ويعدل لي في الهيراركي ويعمل كات وبيست بهيراركي معينه بخطه معينه؟ طبعا في. يبقى اكسس ويشيل ويحط وكذا. طب ومدى الدقه في ده اللي انا اطمن له، لان الملفات بالالافات، فانا لو اعتمدت عليه ووافقت فيه مش يعني حتى لو حبيت اراجع طبعا، وده لازم اراجع سواء حاجه صغيره او كبيره، لو حبيت اراجع مش هعرف اراجع كل حاجه. بص فهل برضه حضرتك، في بروتوكول جديد اسمه موديل كونتكست بروتوكول. ده البروتوكول ده نزل بيبتدي يخلي الاي اي زي كلود مثلا، وشويه هيبقى شات جي بي تي هيبتدي يطبق القصه ديت، والموضوع ده متطبق حاليا يعني. ياكسس الديسك توب بتاع حضرتك ويقدر عن طريقه يعمل اللي حضرتك عايزه دوت. اللي هو زي الايجنت، يعني زي الايجنت، بس هيكنترول الديسك توب بتاع حضرتك. يعني الايجنت ما انا اقدر اديله اكسس زي يعني واجهات التطبيقات واديله البرميشن، ولا ده حاجه ثانيه؟ لا، حاجه تانية. بروتوكول اسمه دور عليه، اسمه ام اس بي. ام اس بي. موديل. تمام. هو لسه زي اللي لسه قايله لحضرتك، موديل كونتكست بروتوكول. تمام.
يعني تمام يا بص دكتور. سيرش في الحته ديت، هتلاقي في ناس على اليوتيوب وبتعمله على النت ان تمام. تمام يعني سيرش فيها، لو انت ايديك ماشيه في القصه دي هتعرف توصل له وتعرف تخليه يقدر يكنترول الحاجات اللي انت عايزها ديت على الكمبيوتر بتاعك. تمام يا سهل دكتور. يا باشا، تمام. موجود. الله يخليك. انا بس حاولت قول. لا انا حاولت اعمل الكلام ده على الميك وعلى الايجور، مش الايجور، اوتو ميل اوتوميشن يعني. بتاع ميك او زابير، عارف اه بس لا بواجه حاجات كتير مش بوصل. لا حاولت لا كتير بقالي اشتغل اسبوع مش بالام اس قادر. بي، اشتغل بالام اه اس بي، اشتغل بحته الكونسبت البروتوكول بتاع الام اس بي، وهتلاقيه هيعمل لحضرتك اللي انت عايزه، هيسهلها لك. تمام تمام. وخصوصا مع كلود. نزل كلود معاه ديسكتوب، نزل اه كلود ديسكتوب، وابتدي اشتغل بالقصه بتاعت الام اس بي بتاعته، هتنبسط. تمام. طب ايه اللي ابحث عنه في اليوتيوب او حاجه يعني غير الام اس بي؟ لا ما هو اصل بص ده بروتوكول نازل يقدر يجمع، يعني بص مانوس ما طلعش الا اه بعد البروتوكول مع الام سي بي ده ما ظهر. اه عارف فكره مانوس في ايه؟ مانوس على فكره ده مش اي اي، ايه يعني، ده مش ال ال ام، يعني ده مش اي اي موديل. مانوس ده عباره عن ايه؟ عارف كده انت محرك. مايسترو، اه وبيشغل تحتيه كل الاي اي موديلز معايا. اه تمام. هو عمل نفس اللقطة، انت حتى لو دخلت على مانوس واديته اي اكتيفيتي او اي تاسك يعملها، بص على اللوج اللي هو شغال بيه، هتلاقي شغال ببروتوكول الام سي بي. ما عمليش اي حاجه وما استفدتش بيه، وبيقعد يمكن نص ساعه وفي الاخر ما طلعليش حاجه مانوس. لا ما بص، ما انت بس انت تيجي بس انت ايه انا بديله يعني مديله حاجة صعبة عليه ممكن. الدكتور شكله متعصب جدا منه يا دكتور. لا ما بقول لك، لا بص اقول لك حاجه، هو مانوس في حاجات وحاجات، بس ارجع تاني اقول لك، انا بقول لك تمام الاصول ايه. مانوس فكرته انه شغال بالام سي بي، فبالتالي عرف يكنترول كل الاي اي موديلز تحتيه وعرف يشغلها. يعني على فكره خلي بالك، ده شغال تحتيه شات جي بي تي، وتحتيه جيميناي، وتحتيه تحتيه موديلز كتيره وما بيقولوش طبعا ايه هي، بس لما بتبص على اللوج وهو شغال هتاخد بالك وتعرف. حلو، فعشان كده بقول لك هو اشتغل ببروتوكول الام سي بي، وشوف تول زي كلود. حلو، وشوف تمام او بالان ان، وازاي تقدر تكنترول عندك على الديسكتوب، وحاول بص في الحته ديت، هي بس محتاجه شويه صبر شويه. وبناء تمام. طبعا النسخه المدفوعه طبعا، يعني عشان فيها شويه توكنز رايح المدفوع. جاي. طبعا فيها شويه توكنز رايح جايه، بس هتعرف ان شاء الله توصل بيها. بس خلي بالك هو لسه الموضوع في اوله، يعني ايه، هتلاقي يعني اصبر شويه. يعني بص في شويه ايه تعب في الاول، بس لو عرفت تعملها من دلوقتي خير وبركه. هي طبعا بتتطور بسرعه، وكمان شويه هتلاقي ايه ظهرت شويه حاجات ليها بتسهلها، بس هي لسه في اولها. بس لو انت عايز تخلص فعلا وتعرف تقدر تمانج الوت اوف اه فولدرز اللي عايز تنظمها، لا ديت هتريحك. اشتغل ببروتوكول ام سي بي وهيطلع لك الريزلت اللي حضرتك عايزه. تمام يا دكتور، متشكر لحضرتك جدا جدا. لا الله يعزك يا العفو، رب. العفو على ايه، لو في حاجه ارجع لي في اي وقت، انت يعني تشوف بقى آه، لو حضرتك معانا على آه، الجروب تعرف توصل لي بسهوله يعني. ايوه انا اخدت الماجستير مع حضرتك طبعا في طيب خلاص تمام يا باشا، وصل لي جرب كده وشوف، واقول لك خلاص. الدنيا فين ان شاء الله. بالتوفيق ليك ان شاء الله. تسلم دكتور، تسلم دكتور، بارك الله فيك. شكرا. استاذه مروه. استاذه مروه. ايوه سامعني كده. سامعك، اتفضلي. شكرا لحضرتك على مجهودك معانا يا دكتور اولا. ثانيا انا مدرسة تربية فنية. ال AI يساعدني زي مع ولادي في المدرسة، ان اقدر اخليهم يحبوا التربية الفنية. هي التربية الفنية بتعتمد على المهارات اليدوية، بس بما ان هو الجيل نفسه بيحب الكمبيوتر وبيحب الموبايلز والحاجات دي، فبيبعدوا تماما عن اي حاجات يدوية. ففي حاجة في ال AI تخليهم تجذبهم للتربية الفنية عشان نرفع يعني من ذوقهم. بصي انا بمنتهى البساطه انا بعمل ايه. احنا ممكن نقول للاي اي نشكي له او نديله الشكوى اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي.
تقولوا له مثلا انا اولادي فيهم واحد اتنين تلاته، حلو، ومشكلتهم كذا 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 كذا، وبعمل معاهم كذا كذا كذا، وما بيطلعوليش كذا 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 كذا، حلو، وبناء عليها هيقترح عليك حلول. دي نقطة. النقطة التانية، لو اولادك صغيرين شوية ممكن نخلي الاي اي يعمل لك ليه قصص مصورة او فيديوهات. لا مش اولادي، انا اقصد في المدرسه، اولاد المدرسه، ما انا بقول لك اهو، لو مثلا انا ابتدائي اقصد، واعدادي. ايوه لو ابتدائي مثلا، انا مثلا بناتي صغيرين، فانا بعمل معاهم ايه؟ لو عاوز اشرح لهم فاليو معينه او اشرح لهم قصه معينه لحاجه معينه، بخلي الاي اي يطلع ليها صور، وبخليه يعمل لي ليها فيديو، وهم يتفرجوا على الفيديو في دقيقه دقيقتين الفاليو وصلت لهم. فاهماني؟ هي الفكره يا دكتور انه التربيه الفنيه بتعتمد مثلا على الخزف وعلى الرسم، على حاجات من هذا القبيل. هما الولاد في السن ده ما بيحبوش ان هما يقعدوا يشتغلوا بايديهم، بيحبوا يلعبوا، يحبوا يعملوا حاجات اخرى غير الشغل ما اليدوي. انت تخليهم يعملوا، يعني تخلي الاي اي ممكن يبتدي يطلع لك اشكال على هيئه جيم، اللي هو يعني ايه؟ طب بصوا تعالى نلعب دي، ولو عملناها بالخزف هيحصل كذا. فاهماني؟ يعني انت هو انت يعني في مثلا فكرة الخزف معمولة بالاي اي، يعني مثلا بدل ما يجيبوا الطينة فعلا يحطوها بايديهم ويعملوا الشكل الخزفي، في حاجة في الاي اي حاجة زي كده، زي الطباعة بس طبعا الولاد في السن ده مش هينفع يعملوا طباعة بال 3 دي. انا اقصد حاجة تبقى شبه كده عشان يجذبهم للمادة. اه هتلاقي في حاجات شبه كده. يعني في، بصي، انت لو في مدرستك في حاجه اسمها روبوتكس وبتاع، في برامج. لا انا مدرسة حكومية. بص في برامج، ما بقول لك اهو، في برامج اسمها سكراتش. يعني برنامج سكراتش ده عباره عن ايه؟ بيخلي الاولاد يبتدوا يتعلموا برمجه، بس يتعلموا عن طريق الجيم، يلعبوا. هما بيلعبوا، بيجيبوا قطة ومش عارف وبيحركوها وبيحطوا لها موسيقى، بس عشان يجيبوا القطة أو الفار ويبتدوا يحركوه ويبتدوا مش عارف إيه، لازم يحطوا كده كام سطر جنب بعض وشوية بلوجز كده جنب بعضها، بلوكات كده جنب بعضها. لو أنت حطيت البلوج ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده، هتلاقي في الآخر الإيه؟ القطة تعرف تتحرك. فاهماني؟ فهي الفكرة كلها إيه؟ بيعلموهم البرمجة عن طريق اللعب. فحضرتك عايزه تاخدي نفس القصه، ابتدي اتكلمي مع الاي اي، قول له طب بص انا بعمل خزف وبعمل وبعمل وبعمل، طب انا عايز اعلمهم ده عن طريق ان هم يلعبوا. ايه البرامج المتاحه لحاجه زي كده؟ او ابتدي يقترح عليكي فكره تعرفي تنفذيها، تعرفي تلعبيهم بنفس القصه. اه يعني ممكن يعملوا مثلا، مثلا اللي جاب في بالي مثلا زي البازلز، لو ده عمل حته وده عمل حته وده عمل حته وده عمل، في الاخر يعملوا صوره كبيره شكلها مش عارف ايه، او يعملوا شكلهم. يعني انت ممكن تخلي الاي اي تديه مثلا صوره جماعيه لكل واحد فيهم او صوره لكل واحد، وقولي للاي اي اقلبها لي اكنها خزف او اكنها حاجه معموله بالطين، بحيث يعمل لك ليها شكل، هم يبتدوا يحاولوا يبنوا زيه، بحيث يطلع صورته معموله بالطين فيبقى فرحان بيها. فاهماني؟ لا، هو في برنامج بيعمل ده؟ اه طبعا في حاجات بتقدر تعمل حاجه زي كده، يطلع لك الصوره اللي تعرفي تعملي زيها، موجود. ده مش على الاي اي بقى؟ لا هو ايه، يعني مش فكره ايه، حضرتك بتدي له الفكره وبتدي له الصوره وتقول له اعمل لي صوره زي كده ويبقى شكلها عامل كده، فهو يحاول يعمل الشكل ده لحضرتك وانت تقومي منفذاه. اه اه فهمت. بس ماشي متفقة يا دكتور، لكن هو ما فيش في العالم حاجة زي كده عاملينها للأطفال؟ يمكن يكون معمول، انا ما اعرفش. يعني بقول لك انا حدود علمي انا مهما يكن، انا مش كل حاجه عارفها. بس انت حضرتك ممكن تخشي على الاي اي زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت والنهارده، مم. وتسالي، اه ممكن تلاقي حاجات انا مش عارفها. اه ماشي يا دكتور، أنا متشكرة والله لحضرتك، العفو، شكرا جزيلا. جربي وشوفي وابقي ارجعي لي برضه. ماشي حاضر، بإذن الله. بالتوفيق بالتوفيق. شكرا جزيلا. العفو. مع السلامة. اي اسئله؟ اي اسئله؟ شكرا لحضراتكم ان شاء الله، وباذن الله نتقابل مع بعض الاسبوع اللي جاي على خير مع محاضره جديده ان شاء الله. تابعوا معانا وان شاء الله نتعلم مع بعض ونقدر نفيد بعض كلنا باذن الله. شكرا لحضراتكم. يلا السلام شكرا يا عليكم. دكتور وجزاك الله خيرا. وعليكم وإياكم يا السلام. فندم. مع الف سلامه. مع السلامة.